ده بطلنا موري، وبصراحه الولا ما عندوش وقت ولا انا عندي وقت اساسا عشان نعرف هو مين ولا ابن مين. تعالى معانا بسرعه لان الولا متاخر على حاجه مهمه جدا جدا جدا. بيطير بالعجله بتاعته، الولا مستعجل راح يقتل الحاجه، فالحاجه خلاص لسه بتنطق الشهاده، قال لا لا يا حاجه مش النهارده، عديني يا حاجه. فالولا بيتفادى وبيطير في السماء، شكله عايز يموت يا جدعان، بس لا والله ده هو بيحب كده. بطلنا بيمسك عجلته وبيفلق من المكان. واليوم بعد انتظار مليون سنه اخيرا هتبدا بطوله الفنون القتاليه الشامله لجميع طلاب العالم، واسمها هي حاكمه الثانويه. العالم كله بيتفرج عليها، كبير صغير طويل قصير كل ما تتخيل. والولد ده اسمه دي، شغال بزياده وبيقبض مبلغ، ولكن هو عايز اكتر، عايز شغل 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 وبس. طيب السبب يا عم الشربو هنعرف بعدين. وهنا الفنانه ميرا بتعدي من قدام مجموعه رجاله وبتسالهم عن طريق البطوله لان هي تاهت. فالرجاله عشان ناس محترمه بيقولوا له مكان. البنت كده بتدقق وبتشوف العضلات، فبتقول لهم انا بموت في عضلاتكم عيش، وهوب على طول يابا اقلع يا ابني، انت لسه هتهزر؟ الله انت بس اطلبي يا بنتي واحنا نقدم لك عيوننا، يا يخرب بيت الرجاله وحلاوه الرجاله. طيب تعالى نعود الى الولا موري، وهو طاير بالعجله بيلاقي شخص موتوسيكل طاير هو كمان وكان هيشيل موري، ولكن بطناء بيتفادى. واتاري الواد ايه بقى يا عم الشربو؟ حرامي ابن حرامي، وسرق فلوس الحاجه اللي كانت بتنطق الشهاده من شويه. بطلنا عارفها وعارف ان هي مفلسه وحفيدها بيموت وعنده السرطان وبتشحت. فبطلنا الشهم بيعمل ايه؟ بيعيط وبيروح ورا الراجل وبيقول له تعالى يلا تعالى يلا، كله ده الحاج يلا، الحاج معاه فلوس يلا. وهنا نعود الى البث المباشر مع رابر ياباني، انما ايه ما اقولكش ماشي في الشارع فبيشوف بطلنا والحرامي، فبيستغرب من المنظر هو وكل من كان في البث. بطلنا الصاروخ يا جدعان، بيقول له بقى ايه خلي بالك مهما تجري مش هسيبك، هجيبك. وبيطير لفوق ومستحلف ان هو ما هيسيبه، بس الحرامي حرامي الولا فنان بيطير. هنا الرجاله ما شاء الله دخلت مستر اولمبيا لسه بتعمل عرض، هنا عضلات هنا عضلات. بطلنا يعني بيحط على العرض كله. ايه يا عم شربو؟ بيدوس وش البنت يوميرا. ليه طيب يا عم البطل؟ بطلنا يا جدعان انا اسف يا بنتي السلام عليكم. بس بطلنا كسر نضارتها. البنت القمر الكيوت العسل الحب الجمال ده كله مش كيوت خالص، بتتحول وبتديله بتقول له ولا انت كسرت نضارتي يلا، هو انت عايز تهرب؟ بيقول لها بس الحاجه اقسم بالله، وبيعيط قدامها وبيقول لها الحكايه من البدايه للنهايه. فالبنت بتعمل ايه يا عم الشربو؟ كما هو متوقع طبعا بتعيط. فيابا الاتنين ورا الحرامي مش هسيبك يلا، طب وربنا ما انا سايب. بيعدوا من جنب دي بعد ما شافهم وشاف البث هو كمان وعارف الحوار، مكمل طريقه عادي جدا. البنت وبطلنا بيحاولوا مليون مره بس الحرامي حرامي برضك. البنت بتطير وتديله فن السق. والله انا كان نفسي اكمل بس البنت اخدت في وشها بيتطبق في اليافطه دي، فبيجي دي ببوكس يخرب بيت البوكس. الحرامي يا جدعان حرفيا لازم يبطلها بعد البوكس ده، الولا بيطير. ويا صديقي كده قدرنا نمسك الحرامي. طيب ضحكنا هزرنا، استعد بقى يا صديقي عشان اللي جاي دمار وشرار. مستعد يا صديقي؟ مستعد يا عزيزي؟ مستعدين يا سكان اليابان العالم؟ مستعد الادوار صوت تمهيديه فلتبدا الان. ودي بطوله بتشمل كل انواع فنون القتال، مفيش سلاح معين، مفيش نظام معين، مفيش حاجه اساسا. كل المقاتلين داخلين بقى، اللي داخل بقى يبتسم بقى واللي داخل يبوس الناس بقى واهلا وسهلا. بس للاسف يعني ده منظر بطنه، ده منظر بني ادم يا ابني. ايه ده يا ابني؟ طب ما تاكل. طيب الاسوره اللي في ايد كل شخص بيعرفك نقاط المشاركين، ولو حد اتصاب فبيعالجوهم باجهزه اسمها النانونيه. يعني جالك كسر في الرقبه في ظهرك في كده فبيتعالج طبيعي جدا جدا. طيب يا عم الشربو بقى حمستني بقى ودلعتني. ايه يا ترى بقى هي جائزه البطوله الاسطوريه دي؟ هقول لك اطلب اي امنيه ممكن تتخيلها وهتتحقق لك. والان الكل يبدا قتال. ايه ده معلش يا عم الشربو القوانين انت قلت مفيش بس في ادوار وكده. هقول لك لا، كله في كله. طبعا الكل مستغرب لان ده قانون جديد اساسا، الكل بيتاح في الكل. صح ان العيال متردده في البدايه بس الاقوياء بيبص على الاسوره بيشوف نقاطه جامده نقاطه ضعيفه، بيعرف ان اللي قدامه ضعيف بيشيله. بمعنى اخر يا صديقي البقاء للاقوى. الكل بيدخل في الكل، حركات بركات، حركه 2 3 1 بيتفادى وهو معاك كتاب تاني بقى وبيرقص بقى وضرب بقى ضرب بوكس كاراتيه، حركات مصارعه، حركات انا مش عارف اسمها ايه بس حركات برضو، ضربات هنا بوكس دي جامد يا حلاوتك يا دي. البنت يوميرا وحلاوه يوميرا، بطلنا وحلاوه وجمال ودلال بطلنا بيحط على الكل، دخل فيهم شمال، الكل شغال باعلى اداء عندهم. بعدها بيوصل اخر مشترك بس متاخر شويه وهو اسمه كانج مانسوك، وهو مقيد. بيدخل بيمسك العيال يكسرهم
ومش جسمهم وبس، لا والله ده بيكسر كرامتهم كمان وبنفسهم كمان. بيحط رجله فوق راسهم بالمعنى الحرفي، بيتكلم وبيتعالى ان هو لو كان في السجن كان هيكون احسن، لعل وعسى كان يقابل اي حد قوي مستني اي حد يدخل عليه. طب دكر يجيلي، بتجيله واحده، بتجيله البنت ميرا وبتحاول اكتر من مره بس مش بتقدر تصيبه ولو حتى مره واحده بس. بيقدر عليها وبيمسك سلاحها وبيرميها على الارض. البنت ميرا بتديله برضك اسلوب مسافه القمر والضربه الصاروخ، بس الشخص اللي قدامها مش بيتأثر ابدا وبيقول لها بجد خلصتي؟ وفي لحظة بين كل الحماس وكل الكلام ده من حيث لا نعلم بنلاقي بطلنا قلعوا البنطلون. ايوه ما تستغربش، قلعوا البنطلون. ده يا عم البطل صباح الفل. طبعا الولع عشان كرامته بيديله بالرجل بيطيره، بس المقاتل ده بيقف للحظة بيقول له انت يالا هو انت مين؟ لان يا صديقي في جزء من الثانية بطلنا خبطه بالكوع في رجله وعوره هو كمان. هجوم من هنا على هجوم من هنا، الاتنين رايحين يشيلوا بعض، بس البنت ميرا بتضيع علينا المحتوى وبتكسر رقبة بطلنا. يا اخي تبا يا اخي. بس على فكرة بطلنا بيتعافى بالاجهزة النانونية وبعدها بيتم تأهيل مجموعة معينة من المقاتلين اللي اتبقوا. طب يا صديقي تعالى نعرف ليه سكوادنا دخل البطولة. يعني مثلا عندك بطلنا عايز يقاتل ناس اقوياء وبس، فاما دي عنده امنية تانية وهي خاصة شوية ومحتاج فلوس. اما ميرا عايزة تحيي اسلوب دوجو السيافة الخاصة بعيلتها، وبطلنا ماسك سيف ميرا بعد ما رجعه بس الغبي بيوقعه في المية. البنت ميرا بتديله على وشه وبتقول له كفايه غباء وامشي من هنا حالا. بعدها البنت بتنزل تدور عليه في الميه لوحدها لان ده حلمها وابوها وصاها ان هي تلاقي وارث قوي لاسلوب السيافه الخاصه بالعيله، ومن وقتها وهي بتتدرب سابت الدلع وسابت كل حاجه عشان امنيتها الوحيده. بيجي بطلنا وبيساعدها عشان يلاقوا السيف، فبتعتذر له وبتقول له السبب وكده. فبيجي دي الفنان وربنا وبينور لهم المكان كله عشان برضه يلاقوا السيف، وفعلا بيلاقوه. تعالى يا صديقي مش عايزين نضيع وقتك. وهنا في اليوم التالي بنرجع للحلبة التاني. مستعد يا صديقي؟ اكيد مستعد. الكل بيتدرب وبيتجهز. بطلنا بيعمل ايه؟ بطلنا نايم. بيجي السجين وبيكلمه وبيستفزه بس بطلنا نايم يعني مش معانا اساسا. فبيجي الشخص ده وبيقوله لو سمحت ما تكلموش احنا مش في الحلبة. لسه بيكلم السجين راح يديله في وشه بس بطلنا بيقوم وبيصد ضربته. واول قتال وهو يوميرا ضد الولا هاي. الولا هاي بياخد اول ضربة راح في الباي باي. اما تاني قتال وهو بطلنا ضد ذا بيست 1-2 بطلنا فاز وبكل سهولة. اما المجموعة التالتة وهي مامي سون ضد وو جونجين. المصارعة اللي هي ميسون بتمسك واحدة من بتوع تريبل اتش وفازت هي كمان وبكل سهولة. القتال اللي بعده بين سون تشول ضد يو سانمن. اما دي من غير ما اقول يا صديقي طبعا بوكس كسر الحلبة. بيجي الشخص اللي بطلنا دافع عنه فبيشكره عن اللي عمله وانه ساعده وكده، والوقتي رايح يقاتل السجين شخصيا. فبيقول له موري خلي بالك ده قوي جدا جدا. بيقول له عارف انا مش خايف اخسر من اي حد ولو كان مين، انا خايف ان اخسر معركة ارادة. شكرا ليك مرة تانية يا جين موري. الوقت يبدأ القتال وخليك عارف ان القتال بينتهي اما بفوز الساحق او انسحاب الشخص التاني. يعني اعمل اللي تعمله لان اي كسر اي حاجة هتتعالج بالاجهزة النانونية. بيبدأ القتال بين الاتنين من غير كلام. هجوم ببوكس بعدها حركة تانية و10,000 بوكس مع ضربة صاروخية بيرمي السجين بره الحلبة. بيرجع السجين تاني زي الصاروخ بس صاروخ ايه عندها ياض 1-2 بيكسر الحلبة فوق دماغه. السجين بيقف لتاني مرة وبيقول له عاش عليك خليتنا اطلع دراعي بس هتزعل قوي ياض. وتعالى بقى بيضرب ضربة 2 3 4 5 6 بيقلب النزال حرفيا مليون ضربة. السجين بيديله ضربة بالرجل على عينه ضربة بشعة جدا جدا جدا. وخليك عارف كل حاجة مسموح بيها. اوكي بيمسكه من رقبته وبيقول له فوق ياض اوعى تقارن نفسك بيا، وبيديله ضربة و2 و3. السجين بيلعب بيه كرة حرفيا. الولد بيفتكر كل اللي اتعلمه هدوء صبر فن وهجوم طايتش زي الصاروخ، بس السجين بيصد الضربة وبيرد بنفس مقدار القوة. بيقرب منه وبيقول له اطلب مني الرحمة وهرحمك اطلب ياض. فبيقول له لا والله انا بتمنى الموت على ان اعمل حاجة زي دي. بيديله على عينه تاني وتالت ورابع عشان بس يطلب منه الرحمة وبيخنوه من رقبته
وصحيح ان العذاب جسدي للشخص اللي قدامه، بس العذاب نفسي قوي قوي للسجين، لانه قبل كده اتعرض للذل وتوسل وطلب الرحمه وباس رجل الشخص اللي قدامه عشان يعفو عن حياته. وفعلا ده اللي حصل، بيضربه مش بيرحمه، بيكسر وشه، بيهينه، بيعلم عليه، بيعمل كل ما تتخيل قدام كل اللي بيتفرج. اما الشخص اللي قدامه ابدا رافض الفكره، مش هيطلب الرحمه، ولو من مين السجين بيقول له طيب لو طلعت دراعي التاني هتزعل جامد، ما تزعلش بقى. الولد بيطلع دراعه فعلا وبيفكر يبدأ منين، بدراعه وبعدها رجله وبعدها راسه. بيمسك دراعه وفعلا بيكسره، حتى ان المذيع بيصعب عليه الولد وبيقول له استسلم، اسمع مني بدل ما يحصل لك حاجه وحشه، استسلم. بيقول له لا مش هستسلم ابدا، والسجين بيعملها فعلا وبيكسر دراعاته الاتنين. بيجي شخص وبيمسك السجين وبيعرفه مكانته الحقيقيه، يسعد الشخص ده. ومين هو الشخص ده ومن غيره يا عم؟ اكيد البطل. دخل وضربه ووداه بعيد، السجين بيروح عليه، بس هيهات هيهات يا صديقي، روح عند امك يا ضربه رجل من بطلنا بتخلي السجين يودع بره الحلبة بالكامل. كل المندوبين بيجوا يقيدوا بطلنا لان ده اختراق واضح وصريح للقوانين، اللي هو بيعمله ده عليه عقوبة. وبطلنا من البداية خالص وهو عايز يقاتل المندوب ابو شعر اصفر. السجين بيتحول كليا، بهالة بشكل مختلف تماما، وبيفتكر طلبه للرحمة وانه طلب القوة من شخص، بس الشخص ده بعد فترة قال له ان هو ما يستحقش القوة دي لان هو حثالة ومش هيستحمل اللي تشاريوك، وبيمشي وبيسيبه. وهنا في الواقع بيكسر المكان والزمان، الكل بيهرب وبيطير وبيقاتل بطلنا، بس بطلنا بخمس ست سبع 8 ضربات بيوقفوا مكانه وبيلفوا وبيديله ضربة بيكسر بنفس الارض تاني ونفس الحلبة تالت. شفت كل ده بقى وشقاوة وجمال وحلاوة بطلنا وقوته؟ هتقولي طبعا ده عيل جامد ومفيش منه اتنين. اقولك طيب بيجي شخص من بعيد وبيعمل بس كده جاذبية وبيرمي بطلنا في الارض، والشخص ده هو بارك موجين رئيس الشؤون الادارية للبطولة. بيتكلم في الميكروفون وبيعرف الكل ان هيتم معاقبة اللاعب جين موري بسبب اللي عمله. بطلنا طالع بس الكل بيحييه صديقي. ليه يا عم الشربو؟ لانه البطل وبس كده. وهنا بنشوف طايفة وبس، كنت عايز اوريها لك يعني مش اكتر. خليك فاكرهم يا صديقي، ودي اشكال بيني وبينك يعني اشكال وسخة، فيعني هتعرف ليه قدام. تم اقصاء الولا جو اللي بطلنا دافع عنه، الولد اتهان بالكامل. اما بالنسبه للسجين فاتجنن، حرفيا اتجنن، وبكده تم اقصاء الاتنين. وهنا بطلنا الرايق، والله رايق، قاعد بيلعب وبيتمرن. جماعه المندوبين بيفكروا يطردوه لانه شيء طبيعي جدا يعني، اتدخلت واتنين بيقاتلوا فيتم اقصائك وبس. اما المدير بارك عنده رأي تاني لانه قرأ اسمه، واسمه بالكامل هو جين تيجين، اسم جده اللي هو تيجين يعني مهم جدا جدا جدا. ودلوقتي مباراة منتظرة بين يوميرا ضد ماميسون. المصارعة بتقول لبنتنا ان العصاية دي ملهاش لازمة خالص قدامها، ولا يبدأ الان القتال بين الاثنين. المصارعة بالضربة الاولى بتتفادى بنتنا، بس المصارعة بتمسكها وواحدة من بتوع ستيف اوستن بترميها على الارض وبتطلع على الحبل وبتنزل فوقها بتكسر عليها الحلبة. وده يا صديقي شيء متوقع جدا من بطلة امريكا للمصارعة النسائية اللي هي جيت هنا عشان امنية واحدة بس، ومش مهم نعرف ايه هي الامنية. بنتنا بتيجي تضربها التاني بتصد المصارعة وبتقول لها قلتلك سلاحك ملوش اي 30 لازمة قدامي، لان احنا بنتمرن على اصعب من كده بمراحل. بمعنى اصح انا جسمي اصلب من الحديد يا بت. وبتديها الفينش بتاعها وكده خلاص، ده دي تي يا صديقي، وبترمي بنتنا على الارض وبعدها بتروح تحيي الجمهور لان ده الفينش فمستحيل تقوم. بس بنتنا ومن غيرها بتقوم وبتقول لها اصلب من الحديد ها. فبتقول لها المصارعه بتضحك على ايه؟ بس هتعملي ايه وانت سيفك طار بعيد، مش هتقدري تلمسيني حتى. فبتقول لها مش مهم انا لسه قادره استخدمه. بتروح المصارعه وبتيجي تضرب بنتنا، بس بنتنا بتتفادى وبتديها ضربه في صدرها، وبعدها بتديها فن عيلتها وهو فن سيف ضوء القمر الوضعيه الخامسه. بتضربها وبتقضي عليها. يا حلاوتك يا بنت يا ميرا. بطلنا بيشجع ميرا وبيقول لها ايوه يو ميرا يو ميرا. طرب ما بعده طرب يا عم البطل. وعقوبه بطلنا وهي كالاتي، انه هيلاعب الشخص ده ولو فاز فبكل بساطة هيقدر يشارك. بطلنا بيرفض طبعا لانه عايز يلاعب الاشقر وبس، الاشقر. وبعد رفضهم فبيقول لهم لا 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 الاشقر وبس الاشقر. ابو نضاره بيقول له اسمع يلا من الاخر انا اقوى من ابو شعر اصفر ده، فاهم؟ بطلنا بيقول له تمام
بس لو هتقاتلني اقلع نضارتك، انا مش عايز اعورك. فبيديله في وشه بيرميه على الارض. بطنه بيقف تاني في ثانيه وبيقول له حلو حلو عاش عليك، كمان هات تاني يلا هات تاني. الولد بيستغرب منه، ايه ده يا غالي صباح الفل. على العموم عشان ما نطولش، القتال هيكون بكره وفي الحلبة. هنا البنت يوميرا مع دي بيتساءلوا يا ترى ايه اللي حصل مع موري. فبيقول لها دي بصراحه انا مش عارف، بس يا ريت ما يتمش اقصائه لان الولد ده قوي قوي بشكل جنوني. بتقول له ميرا هو فعلا قوي بس غبي قوي، ايه اللي دخله في قتال زي ده. بيجي من وراها بطلنا وبيقول لها مين اللي غبي يا بت؟ يا مساء الفل، عاملين ايه يا ولا؟ حد منكم عايز فاكهه؟ اتفضلوا. العيال بترفض. ويا صديقي دي هديه. هتقول لي هديه؟ هديه وكان عليها عقاب؟ هقول لك ايوه، المدير بارك اداله الهديه دي، ولكن يا ترى هل شخص هيتعاقب فعلا هياخد هديه ومع الضحكه الشيطانيه دي؟ لا والله. بطلنا بيعرفهم اللي هيحصل بكره وانه هيقاتل مندوب وكده، فبيحذروه لان المناديب ناس اقوياء جدا. فبيقول لهم مش مهم، انا كلام عيلتي كان دايما هو اعمل اللي انت عايزه، جدي دايما كان بيقول لي كده. هنا البنت المندوبه دي بتستغرب من اللي عمله المدير بارك لانه اداها فعلا، ده حتى الشيخ بونيتشيم قال له لسه بدري. فبتساله هو عمل كده ليه؟ ده لو اكلها انسان عادي هيودع الملاعب. فبيقول لها بصراحه يعني عشان اعرف هل هو حقيقي ولا لا. وبطلنا روح البيت فعلا بياكل رمانه وهوب زي ما العالم كله توقع وانت توقعت اترمى على الارض. وهنا دي مع صديقه المصاب بمرض وحش، فصديقه بيشكره انه شغال عشانه وكفايه لحد كده الصراحه. ده حتى ان اخته بتشتغل 16 ساعه عشانه. ليه يا عم الشربو؟ لان الشخص ده بيتعالج من السرطان وهياخد علاج اعلى بفلوس اعلى، فاللي بيساعده اخته والولدي. فدي بيضحك وبيهزر معاه وبيقول له يا ريتك يا عم كنت تقدر تطلع، كنت هوريك شخص بيفكرني بيك، شخص شبهك بالظبط. هنا الولد دي بيلم زباله عادي جدا، الراجل شغال، الشغل مش عيب وكل الكلام ده، بس العيب ان مجموعه عيال بيتنمروا على دي وعلى شغله وعلى صديقه اللي كان عامل نفسه بطل العداله اللي هو حاليا بين الحياه والموت. بعدها بيستفزوه اكتر وبيرموا عليه قهوه، فدي عادي جدا بيشيل القهوه وبيرجعها لمكانها وبس. والنزال اخر بين دي وسونيتشول. بيدخل سونيتشول وشكله حافظ الولد دي، بيبدا كلامه بيقول انت بتلعب كاراتيه وبارع فيه كمان وقبضتك قوية جدا جدا، ما تستغربش يالا، كل حاجة مكتوبة في كتابي حتى طريقة هزيمتك. ويبدأ لان القتال. بيبدأ سونيتشول بيدي 3 ضربات في جسم الولد دي وبعدها هجوم متتالي 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 كمان على دي، بالرجل في الصدر في الظهر في الجسم. الولد فنان. ليه يا عم الشربو؟ لان هو دارس كل انماط هجوم الكاراتيه، بمعنى اخر حافظ وعارف كل حاجة الولد دي بيفكر فيها وبيفكر يعملها، لانه درس كل انماط هجوم الكاراتيه من 3 سنين، فبيتوقع حركات دي وطريقته. هي لو الشخص عنده العلم والقوة مستحيل يخسر ابدا. دي نظرية اتوصل ليها سونيتشول وشارك في البطولة دي بس عشان يثبت نظريته، صح ولا لأ؟ بيروح تاني على دي مش قادر يصيبه ولو مره واحده، والسونيتشول مكتسح الجيم. بيجي يضرب دي بس بيصد، وبعدها السونيتشول بيلف عشان يعمل عليه تقنيه بس الولد بيتزحلق، بس دي ما ضربوش مع انه كان مكشوف قدامه يقدر يصيبه. لا وايه ممكن يقدر ينهي الجيم ببوكسه القوي، بس دي ما حبش يعمل كده لان مش من اخلاقه ضرب شخص وهو في الحاله دي. بيوقفه وبيبدا النزال تاني. سونيتشول ب 13 ضربه في جميع انحاء جسم دي. الولد دي مش قادر يقف على رجليه، الضربه اخترقت عظامه لا حتى اعضائه كمان. بيفتكر دي معاناه صاحبه اللي ما استسلمش ابدا للي هو فيه، بل بالعكس كان سعيد لان مقولته هي لو عايز تعيش فلازم تقاتل دايما. بيقف دي تاني وبيقول انا مش عايز اخسر ومش هخسر وما ينفعش ابدا اخسر. بعدها سونيتشول بهجوم 72 ضربه صاروخي على دي بقى تحول خلاص وبيعمل تقنيه الحاكم الحارس. الوضعيه الاولى ضربه كسر هجوم الولد، الوضعيه الثانيه اعصار بيطير دفاعه، اما الوضعيه الثالثه وهي هجوم صاروخي على الولد بيصد الهجوم، بعدها ضربات بين الاتنين، ضربه هنا ضربه يمين ضربه شمال، واستر يا ستار. دي بيديله ضربه 2 3 في الصدر في الوش في الرجل في الظهر ومكمل ما بيرحمش. واخيرا وليس اخرا الوضعيه الرابعه، ولكن قبل ما ياخدها
الولا بيتم القضاء عليه وهو نازل بيقول له تبا ليك، كلامي ما طلعش صح في النهايه. وبكده يا صديقي الولد دي فاز هو الاخر. فين احتفال بطلنا يا عم الشرب؟ ورينا بطلنا الرايق. هقول لك يا صديقي انت ناسي ولا ايه؟ بطلنا لسه مغمى عليه. واهلا بكم جميعا. اليوم القتال الاضافي بين المندوب وايضا موري. اين موري؟ اين موري؟ اين موري؟ وبنسمع هتافات. ايه يا عم الشرب وصل؟ هقول لك وصل فعلا. ركز يا صديقي لان القوانين اتغيرت. القوانين كالاتي: لو موري وقع المندوب بس فاز، وبس هيقع فاز. اوكي مستعد يا صديقي؟ ابدأوا الان. موري بيقرب منه وبيقول له قلت لك الى النضاره. هوب ها انا كسبت سلام. ايه دي نفس كلمات الكل. انتهت المباراة بفوز الولا موري. لا مش فوزه بس، والله دي اهانة. بعدها المندوب بيتضايق لانها اهانة، راح يضرب بطلنا بس فوق. يا تضرب مين؟ هو انت عشان مندوب؟ خد في بقك يلا. بطلنا بيوديه الاخر لحلبة. اكسر بعين يا عم البطل. بيضحك المندوب وبيقول له انت اللي جبته لنفسك. بعدها بيطلع منه الكائن المتوحش ده، محدش فاهم ايه اللي بيحصل. ايه ده؟ ظهر امتى؟ مين ده اساسا؟ وبيظهر على الاسوره نقاط مهوله ملهاش عدد معين. الوحش بيضرب الضربه الاولى الثانيه الثالثه. بطلنا مش فاهم، قالوا انتوا مين واحنا مين؟ بس كل اللي بيقدر عليه ان هو يتفادى. بس قدرته على التفادي مش هتدوم ابدا. الوحش بيمسكه في الاخر وبيرفع المنجل ولسه راح يقتله. كل المناديب بيوقفوه قبل ما يقتلوه او يعمل اي حاجه. بيجي المدير باركو بيقول له تم خصم منك راتب 3 شهور، وانت اكيد عارف السبب. بطلنا فاز. طيب فين الاحتفال يا عم؟ لا بطلنا نام. ايه ده يا عم الشرب؟ لا بجد نام والله. الولد تعبان والمدير يا جدعان بيتوعد ومش ناوي ابدا ان هو يسيب موري حفيد تجن الملقب بالنمر الصغير. والآن وصلنا إلى نصف النهائي. خليفة أسلوب مسايفة ضوء القمر الفنانة يوميرا ضد فنان الكاراتيه وهو دي، وبعدها ممارس التايكوندو المطور جين موري ومتقن الجوجيتسو البرازيلي يوبون جيهي. هنا سكوادنا ماشي. يوميرا بتقول لدي انا هكسب وهعلم عليك، هتشوف قوة فن المبارزة. فبيقول لها طيب بالراحة عليا، اتفقنا؟ بتقول له مش هرحمك. بيقول لها طيب بالراحة عليا. بيقول لهم بطلنا وانا هكسب، هستناكم في النهائي انتوا الاتنين. ايه ده ثانية؟ صحيح لازم اقابل شخص واحد يا اخي تبا. طب يا جدعان بقول لكم ايه، ما ينفعش اقابلكم مع بعض؟ وبعدها زي الصاروخ بيجي واحد بعربيته بينزل قدام ميرا وبيطلب ايديها لان هي اجمل بنت في العالم. ايه مين يما؟ دي ايه هنفهم؟ وبصراحه مش هنفهم ليه يا عم شربو، لان ميرا وبنت عمها بينقوا الفستان. ايه رايك بقى الابيض ده وبتاع وبعدين المكياج وجمال ودلال؟ البنت اخت ميرا مش مصدقه ان هي تتجوز بسونجين شخصيا الاقوى ورجل اعمال مشهور جدا ووجه اعلامي للبلاد. ويا صديقي هنا سونجين بيدلعها وبيقول لها الماسه الجميله حته من القمر نازله على الارض ولا ايه يا جدعان؟ يا حلاوتك يا بنت يا ميرا. وكلام من ده كتير الصراحه، بس الاهم الكلمتين دول ان هو هيشهر فن السيف بتاعها وهيخليه معروف في العالم كله. وبيقول لها كمان ان هو الشخص الوحيد اللي يقدر يعمل كده. ميرا مش بتفكر كتير، بتفكر في فن السيف وبس. ونعود للماضي وقت وفاة ابو البنت ميرا، اتبقت ميرا وبس هي اللي عارفة فن السيف. عمها بيقول لها ان هو هيساعدها عشان الفن ما يروحش. بعدها عمل دوجو بيمرن فيه العيال، بس العيال حطت عليه بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبعدها بيمشوا وبيسيبوه لان هو ضعيف جدا. وكل ده بيحصل قدام البنت ميرا. وهنا عم ميرا بيسأل سونجين ليه شخص زيه عايز يتجوز ميرا، فبيقول له نفس الكلام، حتة من القمر وسكر ومدلعة وعسل وقوية وكل ده. وبرضك هو الشخص الوحيد اللي يقدر يشهر فن السيف. عمل خطة في مدة 5 سنين بس العالم كله هيسمع عنه وهيتدرب بيه كمان، وهيقدر يعمل اللي ما عملوش هو واخوه. وتعالى نعود الى موري وهو بيشتري برجر وبيسمع ان ميرا هتتجوز من سونجين. الولد بيتجنن حرفيا. يعني ايه تتجوز؟ لا والله. بيروح عندها البيت وبيسألها هي ليه بتعمل كده؟ والبطولة ياما صباح الفل. يعني انت هتضحي بالبطولة عشان الجواز؟ صباح الفل، البطولة اهم. هو انت نسيتي هدفك يا ميرا؟ نسيتي؟ فبتقول له وانت مالك؟ اطلع بره يالا. فبيقول لها مش طالع، هو اللي يطلع. وبعدين انت كده بتتخلي عن اسلوب مسيفة ضوء القمر بتاعك. هو انت يا بت بتنسحبي ليه يا بت؟ قولي لي. فبتقول له انا بعمل كده عشان انقذ اسلوب مسيفة ضوء القمر وبس. بيقول لها ده مش منطقي ابدا، انت بتنسحبي. ها مش المفروض تتجوزيه عشان بتحبيه
بيه ولا ايه؟ بتقول له مالكش دعوه اخرج يلا، وبتضربه وبتطرده. بطلنا بيكلم دي بيستغيث بيه بقى، تعالى يا عم دي شوف اللي بيحصل، يرضيك ده يا عم دي؟ بيقول له ولا موري انا معاه توصيله تمام، انا مش فاضيلك. بيقول له وانت معاك ايه يا عم دي؟ بيقول له معانا مكرونه. بطلنا بيقول له هاكلها وادفع حسابها بس تعالى عندي، لازم ننقذ ميرا، انا متاكد ان الشخص ده خطير، اسمع مني انا حاسس. اسمع يا دي، ميرا ما كانتش فرحانه، انا عارف كده، اكيد الموضوع في ان تعالى معايا. فبيقول له بص يا موري هقولك على حاجه، حتى ولو انا وانت غريبين ملناش علاقه اساسا يا موري تمام. وبيقفل الخط في وش بطلنا. هنا القمر بتاعتنا يا حلاوتك والله، شعر مكياج جمال دلال مجوهرات كل حاجه موت الموت 10/10. بيروح عم ميرا وبيطلب من سون جين ان هو يلغي الفرح، لان البنت صغيره ولسه ما تعرفش مستقبلها ولسه ما تعرفش حاجه، فلسه بيتكلم. فبتيجي ميرا وبتقول له يا عمي انا فرحانه. المهم اسم الشخص ده وسلطته تقدر تغير اسلوب مسيفه ضوء القمر، انا اخترته عشان كده وبس. فبيقول لها طيب بالراحه احترمي مشاعري واستغليني، بس مش كده يعني، بس ما تقلقيش انا هشهرك انت والفن بتاعك. بعدها بتيجي اختي ميرا وبتقول لي لبطلنا القصه من البدايه للنهايه. انا بصراحه مش عارف بطلنا عمل كده ليه، بس تمام يا عم البطل. وبطلنا رايح حاليا عشان ينقذ البنت ميرا، لسه راح يدخل البوديجارد بيمسكوه وبيقولوا له اقف مكانك ما ينفعش تتحرك، فاهم يلا؟ بطلنا بيرجع وبيجري بسرعه، ولكن يا صاحبي بتجري مع مين؟ بيمسكوه بيرموه على الارض. بطلنا ما ينفعش يقاتل معاهم او يعمل اي مشكله. وتعالى بقى يا صديقي نعرف ايه الحكايه بالظبط. ليه الولد اللي اسمه سونجين بقى اللي الدنيا كلها بتحلم بيه وراجل كبير في السن على فكره، ليه بالذات اختار ميرا؟ لانه طلب من الطائفه وهو عضو فيها. هتعرف قصه الطائفه دي في النهايه ان شاء الله. هم عايزين الايد اللي تقدر تسل سيف الحاكم، وهو السيف المقدس اللي يقدر يتحكم في الحاكم شخصيا. بطلنا مش عارف يعمل ايه لحد الان. البوديجارد لسه رايحين يضربوه، ولكن بيصد وبيوصل الفنان وضربه رمى الكل على الارض، والرجاله داخله يابا. الولد دي مع بطلنا وسع وشك ياض. الولد سونجين بيتعصب جدا منهم لان هم اللي ضربوا البوديجارد، الموضوع واضح جدا. بيمسك سيفه وبيروح عليهم ولسه راح يضرب الولد دي، وبكل سهولة بيصد السيف بإيده بس. وبعدها بطلنا بيروح لميرا عشان يتكلم معاها وبيقول لها ما ينفعش كده، مش بعد ما وصلت لكل ده يا ميرا هتضيعيه؟ هو انت مش عايزة تفوزي بالبطولة ولا ايه؟ مش عايزة اسلوبك يتشهر؟ ما يلا يا بنتي. وبعدين عندي سؤال باللي انا شايفه قدام عيني ده، اسلوب مسيفة ضوء القمر بيعني ليكي ايه يا ميرا؟ هو ده حلمك صح؟ طالما حلمك لازم تجري وراه ولازم تحققيه يا ميرا، فاهمه؟ وتعالى يا صديقي نعرف شويه عن ميرا. البنت كانت بترفض كل الرجاله عشان تتمرن، دلع البنات بقى، مكياج بقى، مونيكير، كل حاجه سايباها ورا ظهرها، كانت بتتمرن وبس. البنت بتفتكر كل ده وبتتعصب جدا وبتضرب بطلنا، بتضرب وبتفتكر كل اللي اتخلت عنه وكل التضحيات. بتيجي تضرب بطلنا بس عمها اللي بياخد الضربه مكانه وبيصد الضربه في وشه وبيقول لها كفايه يا بنتي كفايه، انا لو اخويا كان هنا ما كانش هيحب يشوفك كده. بطلنا بيقول لها كلمات جده الحكيمه جدا، اعمل اللي انت عايزه. البنت بتفتكر ابوها وكلماته عن اسلوب السيف وعنها هي كمان، وعن ان هي ليها الحريه المطلقه في حياتها الشخصيه. فبتروح عند سون جين وبترفضه وبكل احترام عشان هي اخدت قرارها، هي اللي هتطور وهتشهر الاسلوب بنفسها. بيموت ضحك الولد سون جين وبيقول لها ما تضحكنيش يا بت، اوعى تضحكي على نفسك يا طفله، انت ايه ترفضيني؟ انا كل اللي عايزه هو سيف ضوء القمر وخليفته بس. وبيطلع نفس الوحش اللي طلع قدام الولا موري قبل كده في الحلبه، المكان كله بينهار فوق الناس. بعدها الجماعه بتهرب، فبيرفع سيفه وبيضرب البنت ميرا، وفعلا بيقدر يصيبها في بطنها. البنت ميرا بتمسك السيف وبتعمل اسلوب المسيف الرقم 6 وبتخليه يودع الملاعب وبتهزمه باسهل من السهوله. العيال بتطلع من المكان وبعدها ميرا بتشكرهم، بس الحرامي حرامي سرق السيف وطلع يجري من المكان. بس ميرا مش بتزعل لانه سيف خشبي ممكن تجيب غيره وعادي جدا. المهم دلوقتي هما شخصيا. وبعدها الرجاله السمنه على عسل، فرحه ما بعدها فرحه، بس الفرحه مش بتكون للكل لان دي صديقه على وشك الموت، بياخد انفاسه الاخيره. فدي بيروح الشغل وللمره المليار نفس الخنازير، اقصد المتنمرين معلش، بيضايقوه وبيتريقوا على صديقه اللي بيموت حاليا. وبعدها بثانيه دي
اتخلى عن كل مبادئه ومشاعره وكسر بنفس العيال، رماهم جميعا ارضا. وللاسف يا صديقي للاسف بطلنا بيوصل للنزال متأخر شوية وبيشوف دي وللأسف تالت مرة وهو بيلعب بميرا، حرفيا بيلعب بالبنت ميرا ضربات وحشية، كل ضربة كسر عظام، كسر رقبة، كسر جسم، فشخ البنت ميرا. ده حتى المذيع بيصعب عليه ميرا وبيوقف القتال لان المباراة بشعة، مشهد بشع. بطلنا شاف كل ده وراح يستناه عشان يكلمه. دي بيعدي من قدامه وبيقول له اشوفك في النهائي وبيمشي. والمباراة الاخرى بين بطلنا واللاعب البرازيلي. بطلنا ضربة 2 فاز بأم النزال. ايه يا عم الشربو مش في اكشن؟ لا. يا عم الشربو لا. يا عم بس عايز اطول الفيديو طيب؟ لا. ضربة قاضية يابا، خلاص كده الموضوع انتهى. النهائي المنتظر بين الاسطورة الفنان العالمي جين موري والفنان التاني دي. فيا ترى من اللي هيفوز ويستحق يشارك في المسابقة الوطنية؟ هنا البنت ميرا بتتعالج وهتخرج بكرة، فميرا بتلاحظ ان بطلنا مشتت فبتقول له ما تزعلش يا عم انا خسرت لان اضعف منه وبس كده. بيقول لها صح بس انت كنت مصابة وهو عارف كده. بتقول له مش عذر، انا لازم اتعود اقاتل واكسب وانا مصابة، انا مش قوية يا موري. فبيقول لها بعيد عن كل ده انا ما كنتش متوقع ان هو من النوع ده. بتقول له ما تظلموش يا عم يمكن حصل له حاجة عشان كده اتحول. هنا صديق دي واسمه هو سونتي حالته صعبة جدا 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 وشكله بيودع الملاعب فعلا. والآن القتال المنتظر، الجولة النهائية للادوار التمهيدية في بطولة حاكم السنوية. اولا موري اما ثانيا وهو دي. فليبدأ القتال الان. ركلات من موري هنا صدى من دي، ضربة من دي، حركة التانية التالتة الرابعة. دي طالع ضرب نازل قاعد قايم وضرب هنا على ضربة هنا. العالم مش رحمة بعض ابدا، ده بالبوكس ده بالرجل ده بالضربة ده بالتايكوندو ده بالكاراتيه ده ضربة هنا ما حدش رحم تاني. الموضوع ممتع لكل من يشاهد ومؤلم جدا لمن في الحلبة. موري بيروح تاني عشان يديله الولد دي، بيجهز دراع عشان يديله البوكس لكن بيتفادى موري وبيديله حركة تايكوندو وبعدها ركلة ثلاثية بيطيره لبعيد. وبعد ما رماه في اخر الزاوية بيروح موري وبيسلم عليه وبيقول له اقف يا صاحبي. بيقول له دي عمري ما اعتبرتكم صحابي ولو يوم واحد بس. بيمسك دراع موري وبيرميه في السماء عشان يبدا هجوم تاني. وهي البنت ميرا وهي طالعه من المستشفى بيجي لها في الجهاز ان في شخص على وشك الموت، فبتروح بسرعه للمكان فبتلاقي صديق دي وهو سونتي. ويا صديقي الولا فعلا مات. وتعالى نرجع للحلبة. الولا دي بيدي الهيئة الاولى ومن ثم الثانية ومن ثم الهيئة الثالثة ومفيش الرحمة خالص. طب يا شربو انا ما عدتش فاهم حاجة ليه الولا دي اتحول بالشكل المهول ده؟ هقول لك تعالى يا صديقي. لان بارك اللي هو المدير قال له لو انت فزت بنص النهائي والنهائي بشكل مكتسح فهيعالجوا صديقه بالاليات النانونيه، وهم عملوا كده بس محدش لحقه. الولا مات فعلا. الولا بيدي الهيئه الثالثه لبطلنا وبيضرب ضرب عايز يفوز لاجل صاحبه بس ما يعرفش ان صاحبه ميت. وبعدها الهيئه الاخيره وهي التنين اللازوردي. بطلنا بيجري بسرعه عشان يصد الهجوم وانفجار في ام المكان والحلبه. هل ده عشان بطلنا صد الهجوم فعملوا تصادم وكده؟ هقول لك للاسف لا، الهجوم بالكامل بيسيب بطلنا. موري مرمي على الارض. بيجي بارك من ورا الولد دي وبيقول له ان صديقه مات وبكده الوعد اللي بينهم انتهى. وتعالى يا صديقي اعرفك للولد دي بيحبه ومتعلق جدا جدا بالولد سونتي. دي كان شخص جامد في المدرسة، عيل متنمر وكده، الكل كان بيخاف منه وعنده عصابة كمان. وفي مرة اتلم عليه عيال مسكوه فشخوه، واول ما اتضرب جماعته هربت وسابته. العيال بتيجي تضربه التاني عشان تنهي عليه، بيجي سونتي وبيدافع عنه. وسونتي مع دي قدام كل الناس دول، وبعد ضرب واهانة الرجالة حطت عليهم فعلا. هنا سونتي مع دي بيقول له صحابك مش هيصدقوا انك فزت عليهم يا عم. بيقول له دي دول مش صحابي اساسا، اول ما المصلحة بتخلص محدش يعرف التاني وانا بعمل زيهم باخد مصلحتي وبس. وبعدها بطلنا رماديه على الارض بيقف تاني بس بيضرب مليون مليار بليار
كل دي ضربات من بطننا. الولد دي مش موجود اساسا، مش مركز في القتال، متاثر جدا بصاحبه. فالبنت المندوبه مستغربه من بارك، انت ليه قلت له كده مع ان المباراه ما خلصتش وكده هيأثر عليه بالسلب وهو بيحارب الولد جين، واحنا عايزين نعرف قوه جين. فبيقول لها لا لا لا، انا نظريتي مختلفه تماما عنك. البني ادم لما بيوصل للحضيض بيبان على طبيعته الحقيقيه، والولد دي بياكل كميه ضرب مش طبيعيه. والمشكله مش في كده، المشكله ان بطلنا مش راضي يقف خالص. فبتيجي ميرا بتفوقه من اللي هو فيه وبتقول له انت لا انت لا دي انت لا العب بجد، مالك يا عم، ما تركز يا ابو الصحاب، بص تعالى تعالى قرب مني. بطلنا بيسيبه عادي جدا، انما المذيع انت اعلى منك ليه يالا القتال يالا. طبعا بقى سيبك من المذيع، تعالى نعرف الولد سونتي في وصيته قال ايه لصاحبه. سونتي بيقول لدي ان هو خلاص ما عادش يقاتل عشانه، يشتغل زي ما هو عايز، يروح ويجي زي ما هو عايز، ما عادش هيشتغل همه ويقاتل بالطريقه اللي هو عايزها وبس. بعدها الكلمات فعلا بتأثر في دي. طب يا شربو بطلنا بيعمل ايه؟ بطلنا ايه ده يا شربو؟ بيرقص وبيغني يا شربو، والله بيعمل كده. انا عن نفسي شايف الولا موري من احسن الشخصيات اللي انا شفتها اساسا. دي بعد ما خلص قرايه الورقه بيديها لها وبيقرر يرجع بقى للقتال ويعرف الكل من هو دي الحقيقي. بطلنا بيقول له اخيرا يا عم يلا. بارك دلوقتي عايز يعرف هل دي النهايه ولا هيتولد نمر جديد. الاتنين بيدخلوا على بعض، ضربه هنا بتترد هنا، الارض بتتكسر من هنا، مفيش راحه ولا بالراحه. هنا يا صديقي هيئه اولى، هيئه تانية، هيئه تالتة، هيئه رابعه، الرجاله بتصد، الرجاله بتضرب. وبعدها بطلنا بياخد ضربه بيطير في السماء، بيقف وبيقول كفايه لعب، مهاره جين موري الاصليه التنين الازرق. وبيدي ضربه بالرجل حرفيا بيشيل الحلبه كامله كامله وكل اللي عليها كمان. حتى الولد دي ما استحملش وانهار، وبكده بيفوز موري بالنهائي فعلا. وايضا يا صديقي فعلا عندنا نمر تاني، ودي يا صديقي مش زعلان ابدا من الخساره لانه عمل اللي عليه وجاب اخره، وبيطمح الوقت انه يكون اقوى. بعدها بيقوموا بطلنا عشان فعلا هم اصحاب. تسقيف من الكل، هتافات بقى، والله يستحقوا. سقف يا ابني، سقف يا ابني منك ليه؟ سقف يا عزيزي، سقف يا صديقي، الكل يسقف. وخليك عارف يا صاحبي ان العالم كامل كامل بالمعنى الحرفي بيتفرج على البطولة دي، وانت هنا من البطولة المحلية ما يلا بينا على البطولة الوطنية. وطنية هي موجودة؟ هقول لك طبعا، امال ايه؟ تعالى يا صديقي. بص يا صاحبي، لكل اقليم يعني مدينة 3 مشاركين، يعني مثلا الولد جين موري والولد دي والبنت يوميرا وكل ده في مدينة اسمها سول. وحوار ال3 مشاركين ده نظام جديد برضك، والقتال هيكون على شكل فريق، اللي يجيب اول 2 هو الكسبان. بطلنا والولد دي اول 2 متأهلين. تعالى دلوقتي مباراة تحديد المركز الثالث، البرازيلي وبنتنا. ولكن يا صاحبي اكيد عشان ما احرقش عليك واطول الفيديو، بنتنا بتفوز وبكل سهوله. هي ضربه بتطير الولد، وهنا بطلنا بيطير من الفرحه حرفيا. ايوه يا بنت فنانه يوميرا يوميرا. وشغال هنا المندوبين وبارك معاهم معلومات تفصيليه عن كل المشاركين، وبيقول بارك ان اكيد المفتاح في شخص من المشاركين، وبيلاحظ بارك ان في صغار نمر اكتر مما هو متوقع. وبعدها بيقول ان هم لازم يحولوا مشاعرهم غضب، يأس، كره، بغض، حب، كل ده لان اقوى المشاعر هي اللي بتخليهم يتقدموا. وبعدها يستيقظ المفتاح من جواه. بيقول كيو اللي هو بشعر اخضر لازم نخلي بالنا من نوكس لان جرأتهم هتزيد قوي الفترة اللي جاية، وبالذات مع بداية البطولة الوطنية، لان هم عايزين نفس الهدف بتاعنا. هنا بطلنا بيعيط. ليه يا عم شرب؟ مين اللي زعله؟ هقول لك هو بيعيط عشان عايز يقاتل البنت يوميرا وعايز يقاتل دي. طب ايه يا عم شرب السبب؟ ما هو اكيد في سبب. هقول لك عشان يكون قوي بس يا عم شرب. ايوه بس. وهل في سبب احسن من كده يا صديقي؟ لا، الراجل بيطمح دايما انه يكون اقوى من الكل. وهم ماشيين شخص بيعدي من جنب موري وبعدها بيختفي ومحدش بيشوفه اساسا، وبيكون العجوز ده. واول ما بارك بيقرب منه عشان يكلمه، العجوز بيقول له مين قالك تستدعيني؟ انا شخص مش فاضيلك ها. وبحركه واحده بس قتل بارك، بس مش بالسهوله دي يا صديقي طبعا لان دي نسخه بارك. وما تقلقش، العجوز ده مش غريب ولا حاجه، ده معلم بارك. بيحكي له بارك انه قابل حفيد تيجين شخصيا وانه بكامل صحته بعد ما اكل فاكهه الحكيم. المعلم بيقوله خلاص انا هاخده كتلميذ ليا وهستني اشوف ردة فعل تيجين بعد ما علمه. بيعرفوا بارك ان هو جه هنا برضك بسبب تيجين اساسا، وسمع ان نوكس حاولت تتكلم مع تيجين بس دول مجانين، من يقدر على تيجين اساسا. وهنا يا صديقي جد بطلنا قاعد لوحده، فبيجيله نفس الطائفه زي ما انت عارف وعايزين ياخدوه بالقوه عشان يستغلوا
بيستغلوا قوته، فبيقول لهم انا بعمل اللي انا عايزه وبس. وبعدها التيجن بيعمل منهم شاورما حرفيا، الغابه كلها بتنهار. بس الرئيس بتاعهم بيطلع يجري لبعيد، بيعمل عليه تقنيه وبيعمل سيف من السماء عملاق حوالي 9 مليار متر، وبينزل فوق التيجن مباشره. ونعود لميرا، بتقابل المذيع وهو اسمه شيمبونسا، وعلى فكرة هو كفيف، بيهنيها على اجتيازها للأدوار التمهيدية، وبيعرفها ان هي صح عدت كل الصعوبات دي، بس اللي جاي ما يتقارنش ابدا باللي فات، الموضوع هيكون صعب جدا جدا. وبعدين يا بنتي يا ميرا، قوتك الحقيقية لسه ما ظهرتش لحد الآن. وهنا برضك دي مع الرئيس بارك، بيقول له الرئيس بارك انه لازم يكون اقوى من كده بمراحل عشان يكون رقم 1 مش 2. فبيسألوا دي عن القوة الغريبة اللي بتحصل في كواليس البطولة دي، اسمها ايه بقى يا صديقي؟ القوة دي اسمها اتشاريوك. هنا بطلنا بيتدرب بسم الله الرحمن الرحيم، تدريب سرعة بيجري ورا قطة، تدريب تاني بيتعلم اليوجا، تدريب تالت بيرقص، تدريب رابع بيجيب بالونة للعيال دي. وبعدها وهو نازل الكاحل بتاعه بيتلوي، بيجي العجوز بإبرة وبيعالجه في لحظة وبس. الولد بيتعافى ولا كأن حاجة حصلت. المذيع بيطلب من البنت ميرا لو قابلت شخص أقوى منها تركز كل مشاعرها عشان تطلع قوتها الحقيقية وما تترددش أبدا. بعدها بيمشي وبيسيبها، وهو ماشي مع مراته وبنته بيقول لها روحي للعربية أنا جاي دلوقتي. وبعد ما بتمشي بيقف وبيبص للدبدوب وبيقول له أنت قاتل من نوكس صح؟ بيظهر فعلا على حقيقته ان هو قاتل من نوكس. وبارك لسه بيحكي لدي عن ان معظم الناس اللي هيقابلهم في البطولة هيكونوا كده برضك، عندك حكام متوحشين، شريرين، ابطال، وكمان الاسوار اللي معاه بيعبر عن الامكانيات الكاملة للي بيستخدموا التشاريوك. هنا شخصين مهمين جدا جدا بيلعبوا حجر ورقه مقص، فبيجي حارس وبيقول لهم امشوا من هنا امشوا، المكان محظور. ابو شعر ازرق بيعمل وحش من تحته واللي قدامه بينهيه في ثواني قبل ما ياكل الراجل، والراجل لسه مش فاهم اللي حصل اساسا. وبعدها الاتنين بيمشوا، ودول صحاب فرقه واحده، وده فخر عيلتهم وجده بالذات، وبيكون معاه دايما خادمه بتحميه. انا بوريك حاليا اشكال الناس اللي هتشارك معانا في البطوله، وده احد افضل 6 صحراء وهو حوجي سان، وده برضك الهيكل سوهاليان، وده هو كمان الموراي كيم دوشيك، والمعلم الطبيب الاسطوري ناجي بوك، وكين اونيو ايضا، وصغير النمر بارك موجين. طب ايه دول يا عم الشربو؟ دول ال6 هنعرف حكايتهم قريب جدا. هنا الولدي بيرجع للبنت ميرا والبطنة وبيعرفهم عن القوة اللي هي التشاريوك، وممكن معظم المشاركين يكون عندهم القوة دي، فبطنة بيقول له مش مهم طالما ناس جامدة فهي دي المتعة، انا بحب كده، يبقى الفوز كده صعب بقى حاجة كده جميلة. وبعدها بيطلع يجري، البنت ميرا بتقول عندك حق، المهم يلا دي اجروا وراه، امسك العبيط ده امسكه يا عم، وانت يلا موري خد يلا. واخيرا المنافسة هتبدأ الان، اقوى المقاتلين من 9 اقاليم مختلفة هيلعبوا عشان نعرف مين الاقوى ومين اللي هيفوز باللقب يا صديقي. والمذيع هو ده، ايه ده يا عم الشربو؟ امال فين شيم؟ وللاسف يا صديقي بردك مات، لان جماعة نوكس دخلت وسط جماعتنا وتشكل على شكل خاين، بس مش عارفين مين لحد الان. وغير كده او كده كيو هو كمان لسه مرجعش. والآن ورسميا بتبدأ البطولة، والفريق الأول وهو فريق مقاطعة تشونج تشون ضد مقاطعة سول، اللي يجيب جولتين هو الفايز. وبطلنا هو اللي داخل، العيال بتقول له خلي بالك يا عم موري لا يكون عندهم التشاريوك ولا البتاع ده، بيقول لهم مش مهم يا رجالة لأن أنا عندي سلاح سري جديد محدش يقلق. بطلنا بيقول الموضوع بسيط قوي قوي، مهارتي الجديدة هي اللي هتكسبني، ضغط اورا صدر رقبة منطقة ما ينفعش اقول اسمها، وبكده بطلنا ضغط على نقاط ضعفه وقوته الكاملة هتظهر الان، وهتكون هجمات اقوى بمراحل، ويتعلم كل ده من المعلم الاسطوري بارك جين. بطلنا بيبدأ عندها يا صاحبي، بطلنا ضغط على نقاط الضعف الغلط ومش قادر يتحرك اساسا، الولد بيقوم يديله بالقلم بالرجل ونازل فوق ضرب ضرب ضرب. وبكده يا صديقي ده اول هزيمه لفريقنا. انا مش عارف ايه ده يا عم البطل، كنت تدخل بالتايكوندو بتاعك يعني ايه الجديد؟ والان النزال الثاني، الولد دي لازم يفوز باي طريقه لان لو خسر هيكون فريقنا طلع من البدايه. النزال الثاني بين دي وبين جين بومجوان بسن ال 38. جين بومجوان هو اكبر مشارك في البطوله، هو على فكره لسه طالب ثانوي. هتقولي ازاي يعني 38 سنه؟ ده قد ابويا يا عم. هقولك تعالى لما اعرفك. جين ده يا جدعان هو شخص بيحاول ينجح في امتحان الثانويه اكتر من مليون مره، وكل شويه بيفشل، بيحاول وبيفشل ولحد الان وبعمر ال 38 سنه
سنة لسه بيحاول وبرضه بيفشل، ما هو بيحاول وبيفشل. والبنات دي طبعا بتضحك عليه، شوف عنده كام سنة بقى ولسه بيحاول وبتاع. بيجي صاحبه وبيسكتهم وبيروح عند جين اللي هو معتبره كأخ كبير وكده، فبيديله الكتب دي عشان يذاكر. وهنا كمان البنت ام شعر احمر بتشوف المنظر وبتقول مستحيل اساسا اكون شبه الشخص ده بيجسد المعنى الحرفي للفشل. وفي نهائي لعبة الدوجو للمرة المليار بتفوز البنت كيم نايون، والبنت ام شعر احمر بتخسر للمره المليار. ومن نفس البنت على فكره، البنت بتكسر عصايتها وبتستسلم. ما خلاص بقى، هو انا كل شويه يتعلم عليا؟ بيجي جين وبيقول ايه ده، هو انت ليه عملت كده وكسرت عصايتك؟ وبيسالها عن اسمها وبيتعرف عليها، لسه رايح يقدم نفسه. فبتقول انا عارفاك على فكره، كل المدرسه عارفاك، مين ما يعرفكش؟ بيقول لها اكيد بيتكلموا عنك كلام وحش ولكن مش مهم. بتقول له ما انت عارف ان الكل بيضحك عليك وبيقولوا عنك فاشل وبتاع. انا هسألك سؤال، هو انت ليه لحد دلوقتي ما استسلمتش؟ بقولها بصراحة أنا مش عايز أتخلى عن نفسي، أنا صح مش شاطر في الدراسة بس أنا دايما بحاول، أنا حاولت في حاجات كتير وفشلت برضه، بعدها ضيعت نفسي وخسرتها ورجعت تاني وبحاول تاني، بحاول أنجح وبحاول أكون أحسن من الأول، أنا مش عايز أبدا أضيع نفسي تاني. بعدها بيصلح عصايتها وبيمشي من المكان. وفي اليوم التالي البنت ام شعر أحمر بتروح عنده بقى، بتفهمه شوية رياضة بقى وبيتعلموا كام حاجة، واللي هي عرفته إن هو حمار فعلا ما بيفهمش. ومن وقتها وهم أصحاب. ويا ترى أين هو كيو؟ هنا بنشوف ان كيو مرمي ومتهان على الاخر، القاتل هو ضربه وهانه. القاتل ده مش مصدق ان هو قتل المعلق وقتل كمان كيو اللي يعتبر من اساطير العالم، انا قدرت اهزمه يبقى انا جامد. بعدها بثانية ورقة كيو بتختفي والوحش بتاعه بيشيل دراع القاتل. كيو بيفوق تاني يا صاحبي، بيولع سيجارته وبيقول له كفايه كلام، هلا ده انا ههين اللي جابك حالا. وهنا دي ضد جين، الولا جين بيهين الولا دي، راميه فوق بوكس يمين بوكس شمال بيوديه لاخر الحلبة، وهجوم تاني عليه بيرد دي بوكس الاول والتاني، وبعدها بكميه لكمات في وش جين بيقف جين تاني وبيديله بوكس حديدي بيرزعه في اخر الحلبة، بيقف وبيعمل مطرقه حديديه عشان يفنش على دي بيقف قدامه وبيقول له تعالى يالا انا عايز اكون الاقوى، ولو قدرت اهزمك يبقى انا كده هتقدم خطوه. جيم بالمطرقه بيديله ضربه بس دي بيوقفها وبيقول له انا مستحيل اخسر، وبالذات واصحابي بيتفرجوا عليا. بيعمل تقنيه التنين اللازور دي، بيكسر مطرقه جين وجين شخصيا، وفعلا دي بيفوز بالقتال وبطلنا وهو مصاب بيرقص. والنزال النهائي بين يوميرا وجان جانمي، واللي هيفوز بين الاتنين هيبقى هو الفايز باول نزال، والخسران هيطلع بره. بيبدأ الان القتال بين الاتنين، ضربة هنا صد هنا محاولة من هنا على هنا، الاتنين متكافئين تماما. بس في النهاية ميرا بتقدر تديها الضربة الاولى وبعدها التانية وبعدها التالتة، البنت بتروح تاني عليها بس ميرا بتكسر سيفها. البنت بتفعل التشرك الخاص بيها فبتهجم على ميرا بس ميرا بتتفادى كل ضرباتها. هنا بطلنا بياكل. هتقول لي ايه ده، هو مش شايل هم حاجه؟ هقول لك ايوه، لان بطلنا واثق مليون في المية ان البنت ميرا هتكسب، وحتى دي هو كمان واثق فيها. فالبنت ميرا بتكسر السيف وبعدها بتعمل تقنيه وبتدي البنت في وشها وفعليا بتقضي عليها وبتقدر تفوز ميرا هي كمان، وبكده الفوز الاول لابطالنا. هنا بطلنا قاعد بيرقص ايوه يا ميرا يا عالميه ايوه يا ميرا. اما فرقه جين اللي خسرت فهتروح تتمرن تاني عادي جدا، لان احنا بشر بنكسب وبنخسر. وهنا يا صاحبي كيو بيعمل ايه؟ بيعمل قلبان وجنان حرفيا، مسك الولد ضربه زنقه في الجدار وبيشيل دراعاته الاتنين، والولد يا صديقي بلا حول ولا قوه امام كيو. بس كل ده ملوش لازمه لان التشارك بتاعه بيقدر يرجعه تاني على طبيعته. كيو بيقول له حتى لو رجعت انت مقامك تحت رجلي يالا، وبيقيده وبيكسر بعينه وبنفسه، ولسه راح يديله الضربه الاخيره عشان يقتله. فبيجيله شخصين وبيدافعوا عنه فعلا في اخر لحظه، وده اكسلي ودي هي ساتورن. هما اللي جالهم امر بقتل كيو مش القاتل المتسلسل. القاتل كانت مهمته ان هو يقضي على المعلق بس. كيو بيجي يضربهم، الولد بيتفادى وبيمسك البنت وبيطير من المكان، وبعدها بيعمل تقنيه اذرع كثيره عشان تقيد كيو. كيو بيحاول يقطع الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، بس في النهايه بيقدروا يقيدوه فعلا. بيروحوا بسرعه عشان يقتلوا كيو، بس بيقدر كيو يطلع من الاذرع دي والسيف راح يشير راسه. بتيجي البت ايه وبتساعد هي كمان. قبل ما تصاب ساتورن بترفع سلاحها وبتعمر وبتضرب الضربه الاولى، طب الثانيه، طب الثالثه، طب الرابعه. قدرتي تتفادي كل الضربات؟ طب تمام. بتطلع كميه دم بقى وبرضك بتضرب ضربه كده ولا كده، ايه بتصد كل هجومها وهي واقفه مكانها. فبتفعل ساتورن التشرك بتاعها، بيجي وحش عملاق من ورا البنت ايو ولسه راح ياكلها، فبتفعل هي الاخرى التشرك الخاص بيها وهو تنين عملاق
بياكل وحش ساتورن بكل سهوله. بعدها ايو بتمسك سنه وبتعمله سيف عشان تنهي عليها. وهنا كيو متفوق وبجداره على اكسلي، بيقدر يطعنه في صدره بالتشريك الخاص بيه. البنت ايو ما بترحمش نهائي ولا حتى كيو بيرحم، بيقطع الولد بيحوله للسوشه حرفيا. البنت ايو بتقدر على البنت ساتورن، بيروح كيو متعصب جدا وعايز ينهي عليه عشان شيمبونسا اللي مات بسببهم، ولكن الولد بيتفادى بسرعه وبياخد ساتورن وبيهرب من المكان. هنا القاتل المتسلسل بيضحي بنفسه وبينفجر وبيفجر المكان بالكامل، وكل الطوابق بتنهار فعليا. بس ما تقلقش على المندوبين بتوعنا لان هم في السليم. بعدها المعلومات بتوصل لبقيه المناديب ان كيو تعرض لهجوم من نوكس، فبيقول باركم وجين ان في خاين بينهم، في حشره كده قذره عايشه في بطن النمر. بعدها المندوبه بتوري له دراع وهو دراع تيجن جد بطلنا. هما بيشكوا ليكون اتخطف من نوكس ولا حاجة. ونعود الى البطولة. الان المواجهة التالية فريق كونغ سانج ضد فريق جولا، والنزال الاول بين تيك وجون جوجراك. وزي ما قلت لك الولد ده مشهور بشكل مش طبيعي لان جده هو عضو من الستة، وهو يعتبر من الاقوى بينهم لان هو اقوى ساحر في العالم. وغير كده او كده يا جدعان عنده شركات بقى وهو الوريث، فالكل عايز يتفرج عليه. والولد بالمثل هو كمان عايز يثبت نفسه عشان جده، لان جده هو المعلم بتاعه. بيقف قدام تيك وكبداه بيعمل كرة نار، ما كملناش الكلمة حتى بيظهر قرش تيك من وراه طعنه في صدره واشتغل اكل، وبعدها تسليك سنان وهلا هوب بيطحنه بالكامل وبيكمل اكل وطعن فيه. فبتيجي الخادمه تدافع عنه، بيديها ضربه في صدرها وبيرميها على الارض هي كمان، وبعدها بيروح بيدوس برجله فوق دماغها بيهنها قدام الكل حرفيا. هنا ميرا بتعمل احتياطاتها، بتمسك موري بسرعه عشان ما يغلطش نفس الغلطه بتاعت المره اللي فاتت لان هم مالهمش علاقه. فبيقول لها موري انت مسكتيني صح؟ طب مين هيمسك دي؟ بص كده وراكي. هنا دي بيجي وبيديله في وشه وبيقول له بعد يالا، انت هتلمس بنت ولا ايه؟ عيب كده. فبيقول له لا ذكر لامك ياض، طب تعالى اموتك انت بقى الاول. بس المذيع بيجي بسرعه بيوقف الاثنين قبل ما يحصل اي حاجه. مش مسموح لدي ان هو يدخل اساسا، ولكن الحفيد بيعمل سحر برق على تك وبيقف تاني وبيقول له انا مستحيل اخسر قدام شخص زيك يالا. بس يا جدعان بيقوم وبيديله بوكس وبيرمي جوه سمكة القرش تاني، وسمكة القرش عملت معاه فوق الصح وبزيادة. صعبان عليا يا ابني، طب يا ريتك ما قمت بقى قلت مش هخسر وبتاع، كان احسن لك انك تسكت. وبصراحة انا ما اقدرش احط لك المشهد السمكة عملته لان بشع جدا. الولد دخل العمليات على طول، فبيسأل جده بارك هو انت ليه ما استبعدتش تك كده؟ لان واضح جدا ان هو سيعيث فسادا في البطولة كلها. فبيقول له يمكن يكون هو المفتاح. صديقي نعود الى البطولة، والفائز الاول هو تشا سوجو في المباراة الثالثة اللي بتجمع بين جولا الجنوبية وتشونج نونج الجنوبية. والنزال الثاني الان بين بارك سونجا ضد نام جوندو. البيو بيقول لسونجا عن خطة ولو عملتها هتفوز وبكل سهولة. بتدخل سونجا فعلا ضد العملاق اللي قدامك ده، وخطة البيو هي ان الشخص اللي قدامها هيحاول يستفاد من افضلية حجمه عشان يخليها تستسلم وكده، وهيفضل يهجم 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 ويسيب دفاع مفتوح. لسه فعلا راح يضرب البنت، بتقوم مدياله بالرجل في بقه رميه على الارض، وفازت سونجا بالضربة القاضية. وفعليا زي ما قال البيو هو اللي حصل. وعشان تبقى عارف يا صديقي ان دي مش هيشارك في النزال الجاي لانه توقف بسبب التدخل الغير قانوني ضد الولد تك. النزال النهائي من جويوم ضد البيو. البيو لسه داخل، فموري بيلاحظ الشعار اللي على ظهر البيو ده نفس شعار جده. البيو بيعمل تقنيه والكل بيحس بيها وبقوتها، بس الشخص اللي قدامه ده مش بيتاثر بيها نهائي. الولد لسه راح عشان يديله في وشه، بس خد يا انت راح تضرب مين؟ ضربه اولى، ضربه الثانيه، ضربه الثالثه، ضربه رابعه. البيو بيرميه لاخر الحلبه. الولد بيروح تاني وبيحاول يضربه، بس حاول مهما تحاول مش هتقدر ياض لان البيو بيكسر بعينه ما بيرحموش حرفيا. الولد بيفعل عليه رمال سودا وبيحاول يضربه، بيتفادى البيو مره واتنين، بس في النهايه الرمال بتمسك البيو. البيو بحركه مباغته بيجي من وراه وضربه رجل بينهي النزال، وفاز البيو فعلا هو واصحابه. وخليك عارف يا صديقي ان التشاريوك مش عند اي حد، في ناس ممكن تتدرب طول عمرها وما يقدروش يكسبوها، اما في ناس بتتولد بيلاقي معاهم التشاريوك. الولا مور لحد الان معترض تماما عن فكره التشاريوك لانه عايز يكون قوي بنفسه وبس، مش عايز ياخد قوه حد او يستعير من اي حد لان بالنسبه له دي ملهاش اي لازمه. وبعدها بيمشي وبيسيب العيال مستغربه منه، هو ليه اتغير فجاه؟ وبطلنا يا جدعان اتغير لان باركم وجين قال لبطلنا ان جده مخطوف من نوكس.
ووراله كمان مكان الحادث وعرفه ان جده هو اللي عمل الانفجار المهول ده. دي هي التشاريوك واحنا متاكدين ان هي بتاعه تيجن. موري بيقول لهم مستحيل، شكلكم ما تعرفوش جدي، انا جدي لو دخل قتال انا بخاف على اللي قدامه اكتر من جدي، محدش يقدر عليه ولو كان مين في العالم. وهنا الولا موري قاعد بيتساءل يا ترى جده فين وهل يمكن يموت فعلا؟ مستحيل. بيجي إلبيو عند موري وبيسلم عليه وبيقول له ان هو فانز كبير قوي ليه ومن اشد معجبينه، ينفع تسلم عليا؟ فموري بيستغرب شويه بس بيسلم عليه. بعدها إلبيو بيمسكه وبيحاول يضربه ضربه اولى تانية تالتة، بعدها بيرمي بطنه على الارض ولسه راح يديله في وشه بس مش بيكمل. بطنه بيساله ايه يا عم الحاج هو انت ليه وقفت؟ بيقول له انت برضك وقفت لان رجلك فوق راسي. وبعدها بيقوم جين وبيتعرفوا على بعض. فموري بيساله عن قصه الشعار اللي على ظهره، فبيقول له إلبيو ان دي طريقته عشان يظهر احترامه للاسطوره جين تيجن. وتعالى نرجع للماضي شويه. قبل 14 سنه اولى ذكريات إلبيو هي جنازه ابوه، وبعدها امه سابته لعمه مكان ما يعرفوش، ناس ما يعرفهاش، واجواء غريبه جدا. بيحاول يتدرب ويبقى حاجه ولكن بيفشل. فبيجي عمه بيقول له هو انت ليه ضعيف كده يالا، انت عيل مالكش لازمه، وبيمشي وبيسيبه. وإلبيو قاعد حزين لوحده. فبيجيله في يوم من الايام تيجن وبيكلمه وبيعرفه ان هو صاحب جده. قبل ما اكمل يا صاحبي، ايه ده يا موري؟ ايه المنظر ده يا اسطى حتى وانت نايم؟ المهم يا صديقي، تيجن جاي هنا عشان يدي كتاب فيه تقنيات التايكيون، وده فن قديم وده الفن اللي اتعلمه إلبيو اساسا. جد إلبيو افنى عمره كامل وهو بيعلم الاساليب دي. تيجن بيقول له ان جدك كان قوي جدا بس اكيد ما كانش بقوتي، هو مات وهو بينقذ العالم معايا، انت يا صغير لما تكبر خليك شبه جدك. وبعدها بيمشي وبيسيبه. ومن وقتها يا صاحبي إلبيو بيحترم تيجن وبشده. فبيسأل موري عنه بس في ثانيه كان في هجوم هيشيل بطلنا، بيصدوا إلبيو وبيكسروا كمان. وبيقول له عم تيك انا عارف ان انت بتكرهني بس ابعد عن الناس القريبه ليا والا هزعلك. وبعدين يا جدعان تيك فعلا بيمشي. إلبيو بيحذر موري من الشخص اللي قدامه ده عشان هو خطر جدا جدا. بعدها إلبيو بيمشي وبيسيب موري بطلنا قاعد لوحده وزعلان جدا لان الهجوم اللي فات هو ما حسش بيه اساسا، يعني هو لسه ضعيف زي ما هو، وهو حاليا عايز يتدرب عشان يكون اقوى واقوى. وهنا كيو دخل اكتسح المكان، دخل بالتشاريوك على المدير باركو بيقول له انت يا باركلا هو انت بتعمل ايه بالظبط؟ هو انت ليه خليتهم يقتلوا زوجة وطفلة شيمبونسا؟ هو انت كنت فين وقتها؟ كنت فين؟ بس باركو بيديله وبيرزعه في الجدار وبيقول له ولا وهتنسى نفسك يا كيو والا هقتلك حالا. انت عارف انت بتتكلم مع مين ولا ايه؟ شكلك ناسي، ده انا ادفنك تحت رجلي يالا. بس اطمن يا عم كيو لان مرات شيمبونسا وابنه لسه عايشين لحد الان، احنا نقلناهم لمكان امن ما ماتوش ولا اي حاجه. هنا بطلنا قاعد بيتدرب عشان يكون اقوى. اما بالعكس فدي بيطلب من كيو ان هو يعلمه ازاي يقدر يكسب التشاريوك. فكيو بيوافق فعلا. هدف دي ان هو يكون الاول ويتخطى جينموري شخصيا. هنا بارك مجمع كل المناديب عشان يلاقوا حل لطائفه كنز، لان كنز هتستغل كل دقيقة في البطولة عشان يوصلوا للمفتاح هما كمان. وعلى فكرة المفتاح كنز عايزاه وجماعتنا هي كمان عايزاه. كلمتين تحفيزيتين من هنا على هنا وخلينا نشوف القادم. هنا يوميرا بتتمرن فبيجيلها رسالة، دي بيتمرن فبيجيله نفس الرسالة. هنا موري بيشوف صورة جده وبيتوعد انه يكون اقوى من كده بكتير عشان يقدر ينقذ جده، وبيفتكر اللحظة اللي جده سابه فيها. جده بيقوله ان هو ما ينفعش يكون معاه عشان الاشرار اللي بتدور على جده ممكن يجوله ويأذوا الولا موري. ومودي بيفتكر صورته الوحيدة اللي مع جده لما كان عنده 6 سنين، وحاليا الولا عنده 17 سنة ولا حد الان ولا شاف جده ولا اتكلم معاه ولا قابله حتى بالصدفة. بعدها بيدخلوا عليه ميرا ودي بسرعة وبيقولوا له كل سنة وانت طيب يا عم موري. طب هم عرفوا ازاي؟ هم عرفوا عن طريق الاشعار اللي جالهم من الاسوره. بعدها يابا سوشي واكل بقى وايس كريم بقى يا اسطى وجاتوه ودلع بقى. العيال بتدخل في الاكل شمال، شويه صور بقى وشويه دلع واللازم منه. وعشان خاطر يا شربو ما تقوليش ان ده هدوء ما قبل العاصفه، ما تقوليش يا عم، هقول لك يعني هي شكلها كده يا صديقي شكلها. وهم التلاتة املهم عاليه جدا، بيتوعدوا ان هم يكونوا اقوى من بعض، بس اول حاجه لازم يعملوها انهم يفوزوا بالبطوله الوطنيه. وفي الصباح اليوم التالي بيجي رساله لموري، ومضمون الرساله
هي صورة جده وهو مقيد ودراعه مقطوع فعليا، ومكتوب فيها عنوان المكان. هنا موري ركب العجلة وعلى طول المكان نداء العدالة بيناديلي. الولد بقى عدي وبقى أميرة وبقى البطولة وبقى كل حاجة، بس هو بيتوعد ان هو هيرجع في وقت البطولة. كله يهون عشان الجد يا جدعان. ونزل النهارده بين الفرقتين دول. دي بعد ما فضل يدور على موري بالساعات وما لقاهوش اساسا، وموري مش معاه تليفون ولا اي حاجة يقدروا يتواصلوا معاه. وعشان تعرف يا صاحبي، لو ما وصلش موري فكده هيتم استبعادهم، لان دي مش هيلعب، وضروري جدا جدا ان ميرا تفوز، والا بكده فرقتنا خسرت، ولو فازت فلازم موري يلعب عشان برضه كده هنخسر. فدي بيشد الهمه وبياخد الموضوع شخصي، وهيروح يدور على موري وحتى لو ايه حصل. والان الدورة الربع نهائي بين فريق جيجو ضد سول. لي مارين هو محارب فريق جيجو ضد الفنانة بتاعتنا وهي يوميرا. الولا مارين بيقلع قدام الكل، انا مش عارف ايه المنظر المقرف، مقرف جدا ده. الولا دهن جسمه كله بالزيت. ميرا بتنيمه على ظهره وبتديله في عينه، بس بيمسكها من ظهرها وعايز يديها فينش، بس بتديله في بطنه وبتبعد عنه وبتروح تهجم عليه تاني. ففي شخص بيرميله عصايه البنت ميرا اللي اتسرقت منها، فبيمسكها وبيحاول يضربها بس بتصد ميرا. ميرا بتيجي تضربه بسيفها الحالي فبيتكسر. فمارين بيقول لها انت يا بنت ما تعرفيش قوته صح، بص كده. بعدها بيتحول من مجرد سيف خشبي بيتحول لسيف عادي جدا. وده صديقي سلاح بيتحكم بقوة البطاطس. طبعا انت هتفهم انا قصدي ايه بس بعدين. وده هو اسمه الكنز الوطني فانجيان. الولد بيختفي من ورا ميرا، بيحاول يضربها اولى التانية التالتة رابعة خمسة، بس ميرا بتتفادى كل ضرباته، فبتديله الوضعية الخامسة من فن سيف القمر وبتقدر تصيبه فعلا. وبعدها بتروح وبتديله ضربات متتالية، بوكس رجل ضربة التانية التالتة، وبعدها ضربة في صدره بترميلي بعيد، وبتمسك سيفها تاني بقى. اخيرا سيف البنت ميرا رجع تاني، بس في ثانية السيف بيختفي من ايديها. البنت بتستغرب، بس مارين بيعرفها ان السيف بيرجع للشخص اللي معترف بيه كسيد ليه. بيقول لها شفتي بقى يا فاشلة ان مالكيش الحق ابدا انك تمسكي السيف ده. بيحاول يضربها بمليون ضربة وضربة بس مش بيقدر عليها. وزي ما احنا عارفين ان هو كان طلب من الطائفة انهم ياخدوا سيف ميرا ضروري جدا. بعدها بيقدر يسيبها في بطنها وبيديها التاني وبيضربها التالت وبدون اي رحمة، ما بيرحمش البنت ميرا. وموري بيوصل فعلا للمكان اللي مكتوب في العنوان، وبيلاقي جده فعليا قدام عينيه مقيد. فموري بيروح بسرعة عشان يفكه، بيلاقي جده بيضحك، وده مش جده اساسا لان ده فخ من البداية. وبعدها انفجار شامل للمكان كله، وبيظهر لينا الشخص ده اللي بكده قدر يتخلص من الجد والحفيد مع بعض. فبيستهزأ بموري لان الموضوع كان باين جدا. وبعدها بيمشي وبيسيبه. موري بيقف من وراه تاني، الشخص ده بيعمل عليه هجوم بمليون نسخة ونسخة. موري بيقف قدام جميع النسخ وبيحاول يقضي عليهم كلهم. وخليك عارف يا صاحبي ان تيجن جد موري عاش لوحده بعد هجوم تايكوندو الشمال، والفرقه اسمها فرقه الموت. الراجل اللي قدر يهزم كل عضو من اعضاء الستة، واحنا هنعرفهم قريب جدا. طائفه نوكس هما كل اللي عايزينه حاليا انهم يستفيدوا من قوه تيجن. موري شغال ضرب في كل النسخ، بس القطره تغلب الشجاعه برضه. بعدها بيكسروا بالمكان وبينزلوا على الارض. الولا موري بينزل بيلاقي الولا المعضل ميت هنا، هو واعضاء فرقه جيجو كامله. وبنعرف ان الشخص اللي قدامك ده هو اللي عمل كده. موري بيشوف المنظر، بعدها بيتجنن على الكل، بيمسح كل النسخ وبيعلم عليها، وبيعمل حركات اللي اتعلمها من العجوز عشان يقدر يكمل لمدة ساعة بكل قوته. وهنا ميرا وللأسف البنت متهانة على الآخر، بالقلم يمين بالقلم شمال ضربة في البطن. البنت مرمية زي الذليلة. بتقف تاني، فبيقول لها الولا مارلين ان موري مش هيجي هنا لان موري اساسا ميت. ميرا بتتعصب وبتضربه في بطنه، بس بيقول لها كفايه لعب بقى بت بقى، وبيديها الضربه التانيه بيرمي ميرا على الارض. وبعدها ميرا بتسبح في افكارها وبتفتكر كل ذكرياتها. البنت مش ناويه ابدا تستسلم. بتسمع صوت وبيقول لها انت ضعيفه جدا يا بت. بتقول له انا عارفه، بس انا عايز اكون قويه لان اصحابي اقوياء وانا عايز اكون شبههم واقوى منهم كمان. بيقرب منها وبيقول لها خلينا انا وانتي نكون الاقوى في العالم يا ميرا، وده يا صديقي اللي تشاريوك بتاع البنت ميرا. وبعدها سيفها بيرجع لها تاني، اللي تشاريوك الخاص بيها وهو البطل فانجيان اللي هو يا صاحبي صاحب السيف. فمارلين هو كمان بيعمل التشاريوك الخاص بيه واللي هو الكراكن. بس يا ابني كراكن ايه يا حبيبي؟ البنت ميرا بقت في حته تانيه خالص، ضربه قاضيه بتفوز الملكة بتاعتنا وهي ميرا. بعدها البنت مش بتستحمل وبتقع، بس البنت ما تقعش وهو موجود. ايد مين دي يا عم الشربو؟ اكيد الولا دي صح. هقولك اللي احسن من دي يا صديقي، والمفاجأة ان دي ايد الولا موري. ايه يا عم الشربو معلش استنى كده، اكيد ده اي اي صح، ده ذكاء اصطناعي. هقولك لا والله. الوقت النزال التاني بين موري وهانسون. موري متعصب جدا جدا، وتعالى بقى لما احكي لك اللي حصل بالظبط.
احكي لك هنا والقتال شغال هنا. بص بقى يا صاحبي، هانسون بيجي يضرب بطلنا، بيتفادى بطلنا وبكل سهوله، وبعدها بيديله نفس الضربات اللي ضربها على نفس الشخص حرفيا. ناس خلاص، ضربه هنا يمين شمال، ضربه هنا زي ما حط على ده حط على ده هو كمان، وبيضربوا القاضيه التنين الازرق، وفاز موري على الاتنين وبنفس الطريقه. وبيبتكر مهارة أصلية كمان وبيسميها المهارة الأصلية رقم 2، وهما تنينين زرق، وبينهي عليه هو كمان. وتعالى يا صديقي على السريع نعرف ماضي البيو لانه مهم جدا. دي هي سونيون، وهي صديقة البيو الروح بالروح. سونيون دخلت قتال ضد تيك وخسرت طبعا يعني. بعدها تيك راح يذل فيها وبكلامه المهين وبيقول لها مكانك المطبخ يا بت، وبيكسر رجلها الاتنين. والبنت سونيون من وقتها ما عادتش ينفع تلعب اي رياضه بسبب الاصابه اللي حصلت في رجلها. البيو بيروح بيمسك تيك بيعمل منه شاورما، لا سوشي. البيو هانه بالمعنى الحرفي. والبيو شارك في بطوله الثانويه عشان يحقق امنيه واحده بس، وهي ان سونيون ترجع لطبيعتها تاني. فعشان كده الولد بيلعب بكل قوته ومش ناوي يخسر ابدا. وبعدها بارك بيروح للمكان اللي موري قال عنه وبيعرفهم ان كل اعضاء فرقه جيجو كانوا اشخاص متنكرين بهيئتهم. بس يا صاحبي النتيجه زي ما هي، الفايزين هم فرقه سو. وبكده ابطالنا وصلوا لنص النهائي. بيعرفهم بارك ان نقابه نوكس معتقداتها ان في بطاطسايه، وانا اقصد بالبطاطسايه يا جدعان حاكم. تمام بطاطسايه كده معينه هي الحقيقيه، واي بطاطسايه تانية لا، ده اعتقاد غلط وحرام وما ينفعش كده. فهم عايزين يتخلصوا من اي بطاطسايه تانية، وبالذات مستعملين اللي تشاريوك، وهم اخدوا تيجن عشان يستفيدوا من قوته. وبيعرف بارك ابطالنا ان هم ضعفاء جدا فمش هيقدروا يساعدوا، بس عشان يثبتوا نفسهم لازم يفوزوا في البطوله دي، وهيديهم معلومات عن نقابه نوكس. وفاكر يا صاحب الشخص اللي عمل الفخ الموري بيوصل عنده تيك، فالشخص ده بيطلب مساعده من تيك، فتيك بيقول له طز فيك يالا، مفكرني داخل هنا عشان ايه؟ عشان اساعد حد زيك؟ وبيمشي من المكان بس بيقتله. ما انا لازم اقتلك يا اسطى لازم. وهدف تيك هو كمان هو المفتاح، ولكن ده عايز المفتاح بعيد عن نقابه نوكس وبعيد عن ابطالنا. وفي نصف النهائي فريق سو ضد فريق جولا، يعني بمعنى اصح سكوادنا ضد البيو. ودي هي البنت سونجا ضد دي. البنت سونجا واخده برضه خطه من البيو وبتنفذها على طول، بتضرب دي في ودانه وبعدها بتمسكه ضربات. بس دي بسرعه بيدرك الموقف وبيرميها لبعيد وراح عشان يديها القضيه، بس الولد بيضرب الهواء. دي كانت خطه البيو، ان الضربه الاولى تعمل خلل في القناه الهلاليه، وبالطريقه دي هيفقد التوازن. بعدها البنت بترفع رجلها وتديله بتكسر الحلبه، بس دي واقف زي الاسد. الولد بيرميها وضربه 2 3 4 بيرمي البنت لاخر الحلبه. البنت بتروح تاني عشان تضربه، بس دي بيقول لها ما خلاص يا غاليه بقى العبي بعيدها شاطره. بيديها وبيرميها وبيمس عليها، وبكده يكون الولد دي فاز باول نزال. هنا سونجا بتعرف البيو ان هو ما يقاتلش عشانها بل يقاتل عشان نفسه وبس. والولد دخل دلوقتي قاتل امام الفنان الاسطوره موري. الاتنين بيدخلوا الحلبة. البيو بيتكلم مع موري وبيقول له ولا يا موري انت مستحيل تفوز عليا بمستواك الضعيف ده. بيروحوا الاتنين يهجموا على بعض، والافضليه فعلا لالبيو، متفوق وبمراحل. وبيقول له يا موري نقطة ضعفك الأولى إن أنت سيء جدا في القتال القريب، ونقطة ضعفك التانية إنك بتبقى مكشوف لما بتعمل مهارتك. موري بيتعصب وبيديله كل تقنياته بس كلها في الفاضي، ولا أي حاجة بتصيب البيو أساسا. بيقع بعدها على الأرض، فبيقول له البيو نقطة ضعفك التالتة إن مهاراتك بتحط حمل كبير على جسمك، أنت مستحيل تهزمني يا موري بطريقتك دي. وبيمسكه وبيديله في عينه وشغال إهانة في موري، وبيقول له ولا يا موري هو ده مستواك؟ حفيد تيجن الأسطوري ده مستواك؟ يلا بلاش ضحك يا موري. موري بقى بياخد الموضوع وكأنه شرفه، بيديله تقنية اسلوب سيف ضوء القمر بتاعة البنت يوميرا، وبيقول له انا كده اتخلصت من نقطة ضعف الاولى، وبيديله تقنية الولد دي، وبكده قدر يتخلص من نقطة ضعفه التانية. اما التالتة فهو شغال عليها. وهنا زعيم طائفة نوكس وهو اسمه مانداك، هاين المندوبة بتاعتنا، وبيخلص على 3. بيوصل له بارك موجين وبيقول له انا متوقعتش انك تيجي بنفسك. فبيقول له مانداك ومش كده بس يا بارك، المكان بره مليان اتباع ليا. وبعدها بينزل نفس السيف اللي نزل على تيجن من السماء. بارك بيعمل ختمه وبيحاول يصدها هو كمان، بس مانداك بيفعل تعويذه هو وكل من حوله. بعدها عين ببطاطس كده نازله ماسكه السيف ونازله بيه على الارض، بس بارك لسه بيحاول لحد الان وبكل قوته ان هو يمنعه. وهنا في شخص في عالم تاني خالص، هو وجماعته، اغاني بقى وشرب بقى وتسقيف ورقص وكل حاجه. بيقف وبيدي اسهم، سلاح، رشاش، تقنيات، ضربات دمار. وموري شغال مع البيو لحد الان، بس خليك عارف ان البيو مش بيحارب موري، لا بالعكس،
البيو بيدرب موري. ويا صديقي المناديب عامله جمدان، ده غير الشخص اللي قدامك اللي هو من الستة بيعمل ايادي وبتمسك البطاطسيه اللي نازله، وبارك وكيو وايو ونار ودمار وشرار وتشاريوك هنا، غير موري والبيو الاتنين دول في مكان تاني تماما. الاتنين تقنياتهم الاصليه ضربه يمين ضربه شمال، انفجار في المكان بالكامل. واخيرا وفعليا جين موري بيرمي البيو لاخر الحلبه، والوعد اللي البيو متمسك بيه لحد الان هو من جد موري. تيجن بيقول للبيو ان هو لو قابل حفيده يعلمه ويخلي باله منه، وفعليا الولا وفى بوعده. والشخص اللي من الستة مع فرقته بيديها تقنيه خلاص وبيقدر يكسر الختم فعلا والسيف كمان. بس بيحصل حاجه الكل منتظرها من سنين، الكل بينصدم والكل واقف مكانه كأن الزمان اتوقف للحظات. بيظهر لالبيو ثعلب ب9 ديول، الاسطوره فعليا بتظهر وفعلا المفتاح ظهر. وتعالى اقول لك ايه هو المفتاح اساسا، بس قبلها نعرف قصه الثعلب ده. اسمع بقى يا صاحبي، الثعلب كان عنده قوه اسطوريه، بعدها نزل امر وهو اعدام الثعلب بعد الفساد اللي بيعمله. الثعلب بيتجنن وبيدمر المكان اللي فيه ونزل على الارض، وبعدها راحت قوته ونام في ثبات عميق. وهو الوقت استيقظ على هيئه تشاريوك البيو، وكل اللي في المكان خايفين من جواهم. شعور تلقائي عشان قوه الثعلب دي، حتى تك اللي تشاريوك الخاص بيه اللي دمر وهان الكل بتهتز من جواه، فبيحس وبيتاكد فعليا ان هو المفتاح. اما بارك ومونداك عارفين وواثقين ان دي هي قوه الثعلب. مونداك بيتوعد بارك ان هو اللي هياخد المفتاح. صح ان الموضوع مش سهل ابدا، بس هو هياخده. البيو بيقف تاني قدام موري، الولا موري كده بيحذر وبيمشي بالراحه، بيجي يضرب ضربه 2 3 4 مليون 6 مليار ولا ضربه بتيجي في البيو. وبسرعه بص كده وراك، لا بقول لك وراك، خد ياض يا موري. بيديله ضربه بالطياره في السماء، وضربات تتوالى ضربات تتوالى ضربات، بينزل موري مرمي على الارض. موري بيقوم تاني بيجي يضرب البيو، بس البيو بيتفادى. بعدها ضربه موري الاصليه، بس البيو بيدخل فيها وكانها مش موجوده، وبيديله ضربه في بطنه بيرميه على الارض. موري بيفكر هيهزمه ازاي. الولد بيقوم وبيروح عليه تاني عشان يضربه، بس البيو بيحاول يضربه بس موري بيصد فعلا. البيو بيديله ضربه نار بتصيب فعلا موري لسه واقف مكانه مش ناوي يستسلم ابدا. البيو بياخد الوضعيه، هو موري هو الاخر، وضربه من ده على ده الحلبه كلها بقت عباره عن نار، ومليون ثعلب وثعلب بيظهر، وكل ده من البيو. بيروحوا بسرعه عشان ينهوا الموضوع بقى. موري بيفتكر مشاهد كده مشوشه، بعدها عيونه بتتغير وبيمحي الثعالب كلها في ثانيه واحده بس، وسقف الحلبه بيروح. موري اتغير كليا، حتى البيو بيحس بكده. بيجي يضربه بكل قوته، بس موري بيمسك عصايه من الهواء وهجوم عشان يتخلص عليه، نار من هنا نار من هنا، بس رياح موري بتكسب مع برق وضربه بتخلي البيو يلامس السحاب حرفيا، وبياخد ضربه ايد عملاقه بتنزله من السماء. مهزوم اكيد مش هيستحمل الضربه دي، وبكده فاز واخيرا الاسطوره موري على البيو. العيال بتروح عنده وبتساله ايه ده يا موري، ايه ده اساسا اللي انت عملته ده، ايه القوه دي كلها؟ موري شخصيا هو مش عارف هو عمل ايه. وبعدها يا صديقي بس لو انت عايز تطمن على البيو زي العسل. وبنرجع لبارك مع مانداك. بارك بيعرف ان الثعلب خسر، فمانداك بيقول له معلش اللي هو ازاي ده انا لازم اخد بالي بقى. بيرمي البنت المندوبه على الجدار بكل قوته، فبيروح بسرعه بارك وبينقذها، وبيهرب مانداك من المكان. وبعدها بيروحوا يعالجوا البيو. هنا المناديب احتفالات بقى، كل حاجه بقت تمام. الفتره الحاليه البيو زعلان شويه عشان خسر، بس عادي طالما وفى بوعده بقى عشان تيجن وكده فالموضوع تمام. بيجي موري وبيمس عليه وشويه ضحك وهزار وكل الكلام ده. بعدها العيال صحاب البيو بيروحوا يجيبوا له طلبات، وبيتبقى موري مع البيو. موري بيعرف البيو ان جده لسه عايش بس مش عارف مكانه لحد الان، عشان كده لازم يفوز بالبطوله عشان يعرف معلومات عن الناس اللي خاطفين جده. بس الموضوع مش سهل لان تيك هو اللي هيقابله في النهائي. وهنا حفيدي العجوز اتحول جذريا بسبب لمسه للطاقه الملعونه اللي عملها مونداك. الولد بيروح عند تيك وبيكهرب تيك، بس تيك كالمعتاد بيطعنه في كل حته في جسمه وبيضربه، وتيك بيمشي من المكان. فبتيجي الخادمه وبتنادي عليه، فالحفيد بيبص عليها يا جدعان. تيك بيستغل الموقف فبيعلقها، فالولد بيروح عندها بسرعه عشان يساعدها، فتيك بيخليهم يقربوا من بعض، وهلا هوب بيطعن الاتنين مع بعض. البي وموري وهم قاعدين بيلاقوا ان المكان بالكامل انكسر. الولد جوكوك بيدخل عليهم وبياكل حراس الامن وبياكل كل اللي قدامه. بيجي يضرب البي بس ما بيقدرش عليه. تيك بيطعنه في جسمه مره 2 3 وبيرميه على الارض وبيخليه ينزل الخادمه. فالولد بيتجنن بالكامل، كل مجساته دي بتملي المكان كله، عايز ياكل كل اللي قدامه. بيمسك سونجا وهين بوك وفعلا بيقدر يبلعهم. الخادمه بتمسكه وبتقول له يا سيدي ما تبقاش كده،
كل حاجه هتكون بخير، ارجع لصوابك يا سيدي، انت ما كنتش كده. فعلا الولد شبه بيرجع لصوابه، بس تك اللي ما يعرفش معنى الرحمه بياكله بقرشه فعليا وبينهيه. وبعدها بينزل هيون بوك قدام البيو ودراعه مقطوع والسونجا رجليها اتقطعت. الماضي بيكرر نفسه قدام البيو، شايف صحابه بالمنظر ده قدام عينيه وهو ما يقدرش يعمل لهم اي حاجه. بيقول له البيو تاني شكلك عايز تموت بقى. بيقول له تك ما تفكرنيش زي زمان، يالا ده انا اقدر ادفنك واحطك تحت رجلي حالا، بس زمان وفي اي مكان انت تحت رجل البيو يالا. البيو بيثور عليه يا جدعان وبيكسر بالاراضي والمكان كله. ومن اللحظه دي يا صاحبي انتهت بطوله حاكم الثانويه، وبعدها مانداك بيعمل بوابه تاني وبيطلع المليارات من الوحوش. العيال بتاخد بالها من كمية الوحوش اللي خارجة من الدائرة، وزعيم نقابة كنس بيطلع البطاطساية بتاعته أخيرا، وبتنزل البطاطساية فعلا. هنا الجد الأسطوري بيشوف حفيده ميت قدام عينيه، بيتوعد إن هو ينتقم له ولو ده كلفه حياته. وعشان تعرف بشاعة تك هي جاية منين، الولد يا جدعان وهو صغير أمه بعته لشخص، والشخص ده بيقول له أمك مش موجودة وما عندكش الثقة غير في المؤهلات الفردية، لأنك هتكون وريثي اللي هيرث كل حاجة. وهنا تك وهو بيتهان بيفتكر كلام الشخص اللي اعتبره زي ابوه، وهو بيقول له ان الخسران بيخترع حجه لخسارته، بس الفايز مستحيل يعمل كده لان الفايز بيكون مؤمن بفوزه من البدايه. فبيقول له تك انا عارف كل حاجه يا بابا، انا الشخص اللي هيرث قوتك وهمسك العالم كله وهيكون تحت سيطرتي. وبعدها تك بهجوم على قلبي وهجوم هنا وهنا وهنا وبيسيبه اكتر من مره فعلا. وبعدها بينزل وبيطلع وحوش بتهجم عليه بس ما بتقدرش على قلبي. الولد بيتجنن بيفتكر صحابه اللي اتهانوا وهو ما قدرش يعمل لهم اي حاجه. وهنا كيو الرايق اللي بيعمل حرايق ماسك المنجل وحاطط على كل الوحوش، وتنين البنت ايه وعامل قلبان في كل مكان. الحاكم بيعمل ختم عملاق بس بارك هو اللي بيحاول يصده. بارك بيتمنى ان هو ياخد المفتاح قبله عشان لو خد المفتاح هيدمر العالم بالكامل. ولسه لحد الان تك بيتهان. قلبه يا صديقي اتحول حرفيا وكأن العالم بيعيد نفسه، بس تك ما بقاش زي زمان، وحش عملاق وبيبلع بقلبه. وبعدها بثانية بيخرج منه المفتاح، وهو ده المفتاح يا صديقي، والولا قلبه بيقع مغمى عليه. تك بيجي ياخد المفتاح بس بيجي الوحش وبياخده قبله، بيجي واحد من الستة وبيضرب واحد فيهم، وبعدها العجوز بيجي يخلص على الاتنين. الكل عايز المفتاح بأي طريقة لأن المفتاح هو اللي بيتحكم بمصير العالم، بس المفتاح بيرجع لزعيم نقابة كنس، وبطلنا بيروح بيديله على عينه وبيمسك المفتاح هو، بس هو ما يعرفش يعمل اي حاجة ولا يعرف ايه المفتاح ده اساسا ولا يعرف اي حاجة. هنا الجيش الامريكي شايف ومتابع كل حاجة لحظة بلحظة، وهم الان ما عندهمش اي خيار تاني غير الغاء الاتفاق اللي بينهم وبين بارك، وهم حاليا هيبعتوا صواريخ نووية للقضاء على الحاكم اللي قدامهم. بارك بيجيله اتصال وبيعرفوه عن الصواريخ اللي جايه من امريكا حالا، والوقت الموضوع بقى خطير جدا جدا. بارك بيعمل تقنية وبينقل كل من كان في هذا المكان لمكان تاني عشان الصواريخ ما تقضيش عليهم، وبينقلهم لمكان مختلف تماما. هنا الولد دي بيعافي العيال بقوة التشاريوك الخاصة بيه، هو فعلا قدر يكسبها من فترة بس كان مخبي الموضوع علينا. الوقت مش لاقيين البيو ولا موري. هنا موري بيحاول يعافي البيو بالطرق اللي اتعلمها من المعلم الاسطوري. بعدها الولد البيو بيقوم فعلا فبيسأل على طول فين المفتاح، بيقول له موري المفتاح معايا، بس ايه ده يا البيو بالظبط؟ بيقول له البيو انا مش عارف ومش عارف ليه الكل عايزه، بس هو كان جوايا، انا حاسس بقوة مذهلة منه، وانت يا موري خلي بالك من المفتاح ده، خلي بالك منه ضروري، وبالذات من تك عشان لو اخد القوة دي هتحصل حاجة فظيعة. الحكومة كلها بتشوف الروبوتات ومشاكل السير وايه والتنين بتاعها شغالين ضرب في الكل، بس في الاخر بيترمى على الارض. الموضوع صعب عليها بس مش صعب على الاسطورة كيو اللي بيدخل وبيحط عليهم كلهم، ولسه لحد الان بارك مش عارف يعمل اي حاجة. وهنا تك بيوصل عند دي وميرا بيسألهم عن المفتاح، العيال مش عارفة عنه اي حاجة، وتيكي بيستدعي وحوش عشان يخلص عليهم. دي بالتشاريوك بتاعه والبنت ميرا الاتنين بيتحدوا عشان يقضوا على تيك، بس عشان ما نضيعش وقت يا صاحبي العيال ما خدتش منه ثواني وتيك خلص عليهم. وبعد شويه بيوصل لهم موري فعلا وبيلاقيهم بالحاله دي. بيسالوا تيك عن المفتاح هو فين. موري بيساله هو ليه عمل كده في اصحابه، فبيقول له عشان اضعف مني، طالما انا الاقوى انا اقدر اعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، هات المفتاح يالا. وبنرجع تاني عند باركو والرجاله. هنا اخلاء كامل لسكان المدينه، الكل بيهرب بحياته، بيقرب زعيم كنس عشان يقضي على بارك فعلا، ولسه راح يديله ويهجم عليه بيجي زميله من الستة وبيودي الولد لاخر الدنيا، وبيقف جنب بارك عشان يساعده على امل ان هم يعملوا اي حاجه، بس حتى هم الاتنين مش قادرين يعملوا اي حاجه، والختم فعليا بيتكسر، وفعلا بارك فشل
في حماية المدينة، والحاكم نازل عشان يقتل كل من كان في المدينة. الالاف بل عشرات الالاف من سكان المدينة. بيجي جيسان ونقل كل من كان في المكان، نقلهم بانتقال آني من المكان يا جدعان، انت متخيل؟ وموري لسه قدام تك ومش قادر عليه، الولا متهان بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بيجي يضرب تك بضربة موري الأصلية بس ملهاش أي لازمة، ولا أن جيسون واقف قدام زعيم النقابة. بعدها بيعمل سحر بيمحي الصواريخ كلها، وبينزل حاجة عملاقة فوق الحاكم وفوق ختمه كمان، وبينهي على المكان بالكامل، على الوحوش والحاكم والمدن والسفن وكله حرفيا، حتى ان الهجوم بيوصل عند موري وبيوصل عند ماركو. سكان البلد كاملين بيشوفوا الانفجار الاسطوري اللي حصل. بعدها موري بيغمى عليه من الانفجار ده. بيبص كده بيلاقوا جيسون واقع على الارض، وتك من ورا موري بيمسكه، ووحوش تك قدام جماعتنا. وبعدها فعلا بيقدر ياخد المفتاح من موري، واخيرا المفتاح مع تك. وبعدها بياكل المفتاح وبيتحول بشكل جذري، بيتحول لطفل. بعدها بيتحول للشكل اللي قدامنا ده. الحاج جيسان فعلا قضى على الحاكم لوحده، ولكن ودع الملاعب. تك من غير مقدمات بيمسك وش ميرا وبيرميها على دي، وبعدها بيشعر عليهم بس بيتفادوا الاثنين. البنت ميرا بتحاول تقف قصاده، حركه هنا على هنا، بس بتلعب مع ميرا بيديها وبيرميها لبعيد. بيجي يديها يا جدعان عشان يروح يضربه، وبطلنا كمان داخل عليه، ولكن محدش بيقدر يضربه ولا حتى يقدر يقرب منه. تك بقى في مستوى التاني خالص. موري بيتعصب جدا عشان البيو وسونجا واختها وكل اللي تك ضربه بيقدر يتفك منه. وبعدها بيعمل تقنيه اتعلمها من العجوز عشان يتخطى حدوده اكتر واكتر. بيروحوا بيجي يضربوا مره 2 مليون، تك مش بيتصاب خالص. ميرا مع دي هجوم عليه بس برضه تك مش بيتاثر ابدا، وبيضربهم تاني وتالت، ووحوشه بتوقع موري. بس بيجي التشاريك بتاع ميرا والبنت كمان وبيساعدوا بطلنا. تك بيدوم برمح، بيجي دي وبيضحي بنفسه وبياخد هو الرمح مكانه. بعدها موري بيقف لثواني كده، وهنا هذا الملك بيقول اتمددي يا نيوبو. بعدها بتيجي عصايه عملاقه بتروح عند بطلنا، وبطلنا بيتحول بالكامل. كل من في المكان بيلاحظوا التغيير على موري والقوه اللي بقت عنده. بعدها موري بيروح على تك، واختلاف جذري بين الاثنين. تك اللي محطوط عليه حاليا بيستعين بالوحوش عشان تاكل موري، بس ما تضحكنيش ياض، وحوش مين اللي تقدر على موري؟ يالا موري بيضربهم وبيمحيهم كلهم في ثواني. وبيروح على تك ضربه من هنا على هنا على هنا، شعاع ارمي على الارض، لا ارمي في السماء، لا يضرب من هنا ارمي على هنا. تك بيمسكه من رقبته وبيرميه على الارض، بس موري بيمدد العصا في بطنه وبيرميه في السماء، وبيروح بسرعه وبوكس صاروخ عشان دي، والتاني في وشه عشان ميرا، ومليون بوكس وبوكس عشان سونجا واختها والبيو، والضربه النهائيه من موري. تك بيفتكر نفس الموقف البيو وهو بيحط عليه، ونفس المشهد مع اختلاف الشخص. بعدها موري بيعمل صعقه كهربيه بتزيد بتزيد بتزيد، وكلها على تك اصابه مباشره. وبعدها تك بيقع على الارض، ومندك وجماعته بيهربوا. وبعدها موري بيقع. هتقولي من التعب؟ هقولك لا، موري جعان. الولد مش فاهم ايه اللي حصل له وايه القوه دي كلها. تك بيقف تاني وبيتغير بالكامل، بيتحول لوحش وبس. وبعدها بيهجموا على العيال. ميرا بتتفادى، ودي بيحاول يضرب، وبطلنا بيحاول وبيستدعي العصايه النيوبو، ولكن مش عارف. البيو بيوصل هو كمان عند موري. دي وموري والبي والرجاله بتمسك الوحش وبتحط عليه تشاريوك البيو على تشاريوك دي على تقنيات، وتشاريوك ميرا مع تقنيه موري. التنين الاسطوري بيروح على الوحش وبيجمده، وكمان ضربه 2. وبكده بتنتهي قصه تك من بداية ما امه اتخلت عنه عشان الفلوس لحد الان، وكل اللي مر بيه. وبعدها الولد بيتبخر حرفيا. وهنا البنت اللي من فريق تك بتلاقي ورقة وبتصحي الفنانة اللي قدامها، ونفس الفنانه بتروح عند موري وبتقول له انت صحيت بدري ليه؟ صحيت بدري ليه؟ يالا كل ده غلطك يا طائش يا غبي يا ملك القرود يا غبي يا حمار. فالعيال بتستوعب ان هي بتقصد الحاجه اللي موري كان متحول ليها من شويه. وبعدها بتقول لهم انتوا اخر فريق في بطوله حجمه الثانويه، تقدروا تطلبوا اي امنيه انتوا عايزينها. ودي هي كيم اونيو، وهي عضوه من الست ايضا، وبتقول عن نفسها ان هي الاقوى والاهم في البطوله كلها، لان هي يا صديقي اللي هتحقق اي امنيه ممكن تتخيلها. بيروح موري عندها وبيقول لها يعني انت تقدري ترجعي جدي صح؟ الولد بيحس بالامل كده. بعدها بيبص للعيال وبيفتكر كل اللي مروا بيه. بيسال ميرا محتاجه حاجه، بتقول له لا ولا حتى دي، القرار في ايد بطلنا حاليا، يقدر يختار كل ما يتمناه. بيقولها بطلنا ان هي تعالج كل اللي اتصاب في المعركه دي ويرجعوا زي ما كانوا، وفعلا ده اللي بيحصل يا صديقي. حتى سونجا اللي من البدايه اساسا رجلها اتكسرت رجعت تاني واحسن من الاول. بعدها كيم الاسطوريه بقت في المهلبيه.
دي ده يا بنت انت مالك كده؟ وبتفرح بطلنا وبتقول له جن تجن طاقته ضعيفه جدا بس هو لسه عايش. الولد مر من الفرحه بيرتاح وبينام اخيرا وما عادش قادر يستحمل اكتر من كده. وبكده يا صديقي بتنتهي قصتنا النهارده وبينتهي الموسم الاول. بس في النهايه يا صديقي خليك عارف ان الدكتور الاسطوري ده اخوه اللي كان بيحاول يوقف الحاكم، وبعدها بارك الوقت عايز يكون رئيس البلد فبيترشح. وحتى بص كده يا صديقي مانداك هو كمان بيتعاقد او حاجه شبه دي، وبيكون وراه الولد المندوب الاشقر. كل ده هنعرفه في الموسم الثاني ان شاء الله، ولما ينزل هنزله سريع. وحاليا البيو راح يدور على اجزاء المفتاح لانه انتشر في انحاء العالم. موري مش فاكر اي حاجه لان ذكرياته مختومه، وعشان يقدر يفك الختم فلازم يروح لسيتين تايسي، وده المكان اللي فيه ملك القردة. فطبعا الولد رايح فعلا والكل بيوافق ان هو يجي معاه عشان يكونوا اقوى من الاول. فكر فيها رحلة مليانة مغامرة ومخاطر وكل حاجة. وقبل ما اقفل الفيديو خليك عارف ان التيجن فعليا لسه عايش.